السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده هيكون عبارة عن بودكاست أو قعدة طويلة شوية، فيعني ما تأخذنيش لو الوقت بتاع الفيديو هيكون طويل شوية. لسه الفيديو اللي فات تقريبا متكلمين عن إزاي تزود الانتباه والتركيز بتاعك، وكنا بنتكلم إن من ضمن الوسائل أو من ضمن الآليات اللي بتزود التركيز بتاعك والانتباه هو إنك تسمع فيديوهات طويلة وتكون مملة نوعًا ما. مش مملة معناها إنها مش بتقدم فايدة، لأ مملة معناها إن مثلًا ما فيهاش ميوزك مثلًا، ما فيهاش حاجات بتقعد تظهر كده في الشاشة قدّام، فاهم الفكرة؟ اللي هي لأ، حاجات بتقدّم قيمة فعلية ولكن من غير بهرجانات بالمصري كده يعني تمام. إحنا الفيديو ده أنا كنت عايز أعمله من فترة بصراحة، وأنا باجهّز له. يعني أنا لو حضراتكم شايفين برضه معايا النوت بوك كاتب كده زي حاجات كتيرة كده مجهّز لها يعني عشان أتكلّم فيها. والفيديو بيتكلّم عن العادات، يعني أو العلم وراء العادات، سواء تكوين العادة أو كسر العادة أو بناء عادة جديدة، تمام؟ فأوعدك إن شاء الله إنك لو اتفرّجت على الفيديو للآخر، ما شُفتش مثلًا 5 دقايق والّا 10 دقايق وقفلته، من غير ما تسرّع، جِبت كده كوباية شاي، جِبت كوباية قهوة، وقعدت كده تتمزمز كده بالفيديو كده وتتمخمخ كده وتسمع المعلومة كده تاتا، تاتا، أوعدك إن شاء الله إنك لو عملت كده هتستفيد بالفيديو. ولكن أحب أفكّرك قبل ما تبدأ وقبل ما تعمل الشاشة كده full screen إنك تعمل لايك دعمًا للفيديو، علشان يعني اللايك بيفرّحنا بس يعني مش أكتر يعني تمام؟ فيالّا بينا نبتدي بسم الله. طيب أول حاجة حابب أقولها إن إحنا هنتكلّم كلام علمي شوية، فعشان الكلام العلمي ما يكونش كلام مُعقّد وما يكونش كلام لبعض الناس مش مفهوم أو كلام ثقيل على الأذن، فإحنا هنتعلّم كام مصطلح كده، يعني هنشرح مع بعض كام مصطلح دي هتكون اللغة بتاعتنا طوال الفيديو. يعني في كام مصطلح كده عاوزك تعرفهم، اعتبرهم كلمات English، يعني زي ما كُنّا بنحفظ زمان book يعني كتاب، تمام؟ هاقول لك على كام مصطلح هنشرحهم مع بعض، بحيث إن إحنا طول ما إحنا ماشيين في الفيديو ما يكونش إن شاء الله في عائق في شرح هذه المصطلحات كل شوية، تمام؟ طيب أول حاجة عاوزين نفرّق بينها، هو إنك لازم تعرف الفرق ما بين حاجة اسمها الimmediate goal habit والحاجة التانية اسمها الidentity based habit. يعني إيه المصطلحين دول؟ المصطلح الأول immediate goal based habit باللغة العربية العادة المبنية على الهدف الimmediate الفوري. يعني إيه؟ يعني في بعض العادات بنعملها في حياتنا بسبب هدف معين وخلاص بتتلاشى. هادّيك مثال، أنا مثلًا باروح الgym ليه؟ أنا عاوز أخس، أو أنا مثلًا باروح الgym ليه؟ عاوز أتخن، عاوز أتخن يعني أملى عضلات يعني تمام؟ ده اسمه immediate goal based habit. يا سلام! طب ما هو ده مش immediate مش فوري، ما أنا مش قصدي فوري اللي هو هيتعمل في التو واللحظة، لأ أنا أقصد إن هو إحنا بنعمل الhabit ديّة أو العادة ديّة لهدف معين وخلاص، طالما حققنا الهدف خلاص كده، يالّا فُكّك. هادّيك مثال تاني، أنا مثلًا باحفظ قرآن مثلًا، طب ليه؟ عشان داخل مسابقة. طب إيه المشكلة؟ ما فيش مشكلة طبعًا، أنا ما قُلتش إن دي مشكلة، أنا باقول لك أنواع العادات عشان ما حدش يقول لي إيه المشكلة، طب ما فيش مشكلة والله تمام، بس أنا باقول لك أول حاجة المصطلحات اللي عاوزك تفهمها، فده اسمه immediate goal based habit. يعني أنا العادة المعيّنة ديّة أنا باعملها علشان هدف معيّن عاوز أحصل عليه، الهدف ده قد يكون بعد شهر، بعد سنة، لكن في هدف معيّن أنا عاوز أحصل عليه تمام. النوع التاني بقى من العادات حاجة اسمها الidentity based habit. يعني إيه identity based habit؟ يعني أنا باعمل العادة ديّة علشان العادة دي جزء من شخصيتي. يعني إيه؟ تعالَ ناخد نفس الأمثلة اللي قُلتها من شوية على الimmediate goal ونحوّلها للidentity based. يعني مثلًا أنا باروح الgym مش عشان أتخن أو أخس لأ، ليه؟ علشان أنا شخص رياضي. أوكي فهمتك، يعني أنا باروح الgym علشان أنا شخص رياضي. أنا طبيعتي الidentity الهوية بتاعتي، كلمة identity يعني هوية، تمام، الهوية بتاعتي إن أنا شخص رياضي، أنا شخص كده رياضي باحب الرياضة. يعني عاوز أعيش حياة healthy، أنا شخص healthy، عاوز أعيش طول حياة بصحة جيدة. عاوز نَفَسي لمّا آجي على سِن ال50 وال60 ما افضلش أنهج لمّا أركب فاهمين؟ ده الidentity بتاعتي، فده الفرق بين الهبدات التانية. هادّيك نفس المثال قُلته من شوية، أنا باحفظ قرآن عشان أنا شخص مسلم، مش عشان داخل مسابقة، لأ أنا باحفظ قرآن، لأ أنا خلاص باحفظ قرآن، زي ما باصلّي كده، فاهمين قصدي؟ طبعًا الكلام ده حُطّه على أي عادة تانية، فبالتالي أول حاجة عاوزين نتكلم عنها هو الفرق ما بين الimmediate goal based habit والidentity based habit تمام؟ عشان وإحنا طول ماشيين في الفيديو هنستخدم المصطلحات ديّة، فحابب إنك تكون familiar أو يعني فاهم المصطلحات دي كويس. طيب المصطلح التاني اللي أنا عاوزك تعرفه عشان هنتكلم بيه كل شوية، هو حاجة اسمها الlimbic friction. يعني إيه limbic friction؟ علشان تفهم يعني إيه limbic friction لازم تفهم يعني إيه limbic أصلًا، مش معناها لمبي بقى بلاش ها والهزار اللي ما لوش لازمة ده تمام، بنتكلم كلام علمي جد. الlimbic friction تعالَ أقول لك معلومات طبية بالمرّة، إحنا بودكاست بقى مش مستعجلين على حاجة، أنا قاعد بادردش مع أخواتي بنقول معلومات مع بعض تمام. فهو يعني إيه كلمة limbic في الأصل؟ الدماغ بتاعنا أنتم عارفين يا جماعة إن الbrain بتاعنا المُخ عبارة عن نصفين صح كده؟ نصف أيمن ونصف أيسر two hemisphere يعني نصفين كده صح كده؟ ما بين النصفين دول
في جزء موجود على حافة النصف الأيمن وحافة النصف الأيسر. يعني بُص كده، أدي النصين بتوع الدماغ على الحافة دي وعلى الحافة دي، ما بينهم في النُص كده، في جهاز أو في كده مجموعة من الحاجات كده، تمام؟ الحاجات ديّة موجودة على حافة النُص، يعني موجودة على الحافة وموجودة على الحافة دي. كلمة حافة باللاتيني معناها limbus، تمام؟ حتى لو حد في طِب في الرمد الجزء الحافي بتاع القرنية اسمه الlimbus، صح كده؟ لو حد في طِب هيكون خد رمد هيكون فاهم قصدي، بس مش مشكلة، تمام؟ فكلمة limbus معناها الحافة، وبالتالي مجموعة الأعضاء أو الأجهزة اللي هي موجودة على حافة الدماغ الأيمن وحافة الدماغ الأيسر من جوّه، يعني ما بين النُصّين على الحافة الداخلية مش الخارجية، بيقولوا عليهم باللغة العربية الجهاز الحافي limbic system، تمام؟ يعني إيه limbic system؟ يعني اللي هو على حافة المُخ. طب هو إيه الحاجات اللي على حافة المُخ دي؟ مجموعة حاجات هاوريها لكم في الصورة أهي دلوقتي. مجموعة الحاجات اللي حضراتكم شايفينها في الصورة ديّة كذا حاجة، ولكن هم 3 حاجات أساسيين، حاجة اسمها الأميجدلا أو اللوزة الدماغية، وحاجة اسمها الهيبوكامبس أو اللي هو فرس النهر تمام؟ لأنه شكله فرس النهر كده، تمام؟ وحاجة اسمها الهايبوثالاموس أو تحت المهاد. دول كلّهم تحت طائلة واحدة أو تحت مجموعة واحدة اسمها الlimbic system. دي معلومة كده اعرفها ليك أنت. طيب هو إيه فايدة الlimbic system ده؟ فايدة الlimbic system ده عبارة عن إنه هو يعتبر حلقة الوصل ما بين القشرة الدماغية بتاعتنا والمخ البدائي بتاعنا. يعني ايه المخ البدائي بتاعنا؟ يعني الغرائز بتاعتنا، يعني العواطف بتاعتنا، يعني المشاعر، يعني الغرائز بتاعتنا. يعني مثلا هقول لك على حاجه، انت دلوقتي جعان، الجوع ده عباره عن غريزه، صح كده؟ غريزه في الانسان وفي الحيوانات عموما، صح كده؟ فالغريزه دي بيتم انتقال الغريزه من الجهاز اللي هو بقى اللي بيطلع او الخلايا العصبيه اللي هي بتطلع الهرمونات والحاجات اللي بتحسسك بالجوع، فتروح تنتقل عن طريق الجهاز الحفي اللي هو اللي انا قلت لك عليه ده، اللي هو موجود ما بين المخ الايمن والايسر، تمام؟ اللي موجود في النص كده على حافه الدماغ، لحد القشره الدماغيه بتاعتك. فالقشره الدماغيه تترجم ده انك تقوم تعمل اكل. فهمتوا حاجه؟ يعني انك تقوم تعمل اكل، انك تحرك جسمك وتروح تعمل اكله بقى وتجيب وصفه مش عارف الكباب، ده عباره عن حركه بيعملها القشره الدماغيه بتاعتك. عباره عن ايه كانت في الاصل؟ غريزه اللي هي غريزه الجوع، انتقلت عن طريق الجهاز الحفي. فاهمين اللي في قصدي؟ طب مثلا انت دلوقتي مثلا عاوز مثلا تشرب، نفس الفكره. فاهمين قصدي؟ طب انت دلوقتي مثلا حاسس بالحر، الحر ده احساس غريزه، احساس حسيت بيه، فالاحساس ده ينتقل من الخلايا العصبيه اللي هي بتطلع الاحساس في المخ لحد الجهاز الحفي. الجهاز الحفي يخليك في القشره الدماغيه انك تقوم تشغل المروحه، تقوم تاخد شاور. فاهمين قصدي؟ يعني حلقه الوصل ما بين الغرائز بتاعتنا وما بين الاكشن اللي احنا بنعمله، حلقه الوصل ما بين الانستنكت بتاعنا اللي هو الغريزه المغروزه فينا والحركه او الاكشن اللي الانسان الارادي او الانسان العاقل بيعملها بمحض الاراده، اللي هو الاراده دي حلقه الوصل ما بين الغريزه والاراده هو الليمبيك سيستم ده بكل بساطه، عشان الموضوع ما يكونش معقد يعني. فاهمين قصدي؟ طيب ايه علاقه ده بالعادات؟ ثواني بس، انا لسه احنا ما اتكلمناش في حاجه، انا بقول لك شويه مصطلحات بس عشان تكون فاميليار بيهم واحنا بنتكلم طول الفيديو، تمام؟ بقى في حاجه اسمها ليمبيك فريكشن. يعني ايه كلمه فريكشن؟ كلمه فريكشن بالعربي يعني كسر او جزء. يعني كسر او جزء، يعني ايه كسر او جزء برضه؟ هفهمها لك. لو انا دلوقتي قلت لك دلوقتي ركز كده معايا، قوم اغسل سنانك دلوقتي، يا عم اسلام ده انا، ممكن بعضكم يقول كده، يا عم اسلام ده انا قاعد مأنتخ على السرير وحاطط البطانيه عليا، انا مش قادر. فاهم الفكره؟ ده ايه اللي انا قلته لك ده؟ انك تقوم تغسل سنانك. فانا عاوز احول حاجه معينه من العقل اللي هو الاوتونوميك للليمبك سيستم ان هو يحوله الاكشن في مخك، بس انت مش قادر يا عم اسلام، مش قادر دلوقتي، يبقى اغسل سناني بعدين، صح كده؟ فانا اقدر اقول ان الليمبك فريكشن يعني الطاقه اللي انت محتاجها علشان الجهاز اللي هو الليمبك سيستم ده يحول الحاجه اللي انت عاوز تعملها الاكشن، حاجه عاليه جدا، طاقه كبيره. انت مش قادر، محتاج طاقه كبيره عشان تقوم. يا عم اسلام ده انا لسه هقوم، يا راجل مكسل، خليني قاعد على السرير وخلاص، ده انا كويس ان انا سامعك مش قافل الفيديو ورحت مثلا قلبت لي على التيك توك ولا. فاهمين قصدي؟ فانت كده اسم الليمبك فريكشن عالي جدا، اللي هو الطاقه اللي انت محتاجها علشان تقوم بحاجه معينه. ولو نفترض مثلا اللي هي الحاجه دي العاده، فاهمين قصدي؟ عاده معينه، تمام؟ طيب لو انا قلت لك مثلا قوم كده اعمل لي ضغط،
ممكن بعض الناس يا عم اسلام لا يا راجل انا جسمي مكسر، صح كده؟ فانت محتاج ليمبك فريكشن عالي، اللي هو يا نهار، فاهمين ايه اللي انا عاوز اوصله؟ ده اسمه ليمبك فريكشن عالي، اللي هو الطاقه اللي انت محتاجها علشان الجهاز اللي هو الليمبك سيستم يحول الغريزه او الفكره او الفكره من فكره لاكشن في مخك. فهمتوا ليه سماها ليمبك فريكشن؟ بالمناسبه المصطلح ده مش انا اللي مالفه، ده مصطلح قاله دكتور سيكولوجي مشهور على فكره، بيعمل بودكاست برضه، ناخد على فكره حاجات كتير منه يعني، بتعلم منه، اسمه دكتور اندرو هيبرمان، عشان ما حدش يقول انت مالف الحاجات دي، لا، في حاجات انا عملت سيرش عنها، وحاجات انا جبتها من فيديوهات علميه، فهو تجميع، وحاجات من كتاب العادات الذريه. بص انا جايب لك ميكس محترم جدا، بس ايه، ركز معايا ومالكش دعوه بحاجه، تمام؟ لو انا قلت لك مثلا مثال تاني، قلت لك دلوقتي انزل روح الجيم دلوقتي، يا عم اسلام يا راجل ده انا ما صدقت ارتحت، ده انا كنت طول اليوم شغال مش قادر اتحرك، فاهمين قصدي؟ فاهمين ايه ده؟ طب لو قلت لك مثلا قوم مثلا اعمل لي كوبايه شاي، يا عم قوم اعمل انت مش قادر، فاهم؟ ده كله اسمك محتاج ليمبك فريكشن عالي، يعني محتاج طاقه كبيره جدا عشان حد يزقك، صح كده؟ طب لو قلت لك بص كده، ممكن حد تاني قوم اغسل سنانك، حاضر، وقف الفيديو، تك تك تك، رجع تاني، كده هو محتاج ليمبك فريكشن قليل قوي، صح كده؟ يبقى عشان يحول الغريزه لاكشن او يحول الفكره لاكشن، الليمبك سيستم ده محتاج طاقه قد ايه عشان يحولها من هنا لهنا؟ هل محتاج طاقه كبيره جدا، ولا انا مش قادر يا عم اقوم اعمل كده، لا يا راجل حاسس ان انا نعسان هروح اكمل نوم احسن، صح كده؟ ولا انت محتاج ليمبك فريكشن قليل جدا جدا، يعني محتاج مجهود قليل قوي عشان تحول الفكره الغريزه؟ فاهمين ايه اللي انا عاوز اوصله؟ ده اسمه الليمبك فريكشن. يبقى فهمنا يا جماعه ايه الليمبك فريكشن، انا وفهمنا ليه اسمه ليمبك نسبه الى الليمبك سيستم اللي هو في الدماغ، تمام؟ طيب الليمبك فريكشن ده ايه العوامل اللي بتحدده؟ يعني ايه العامل اللي بيحدد ان ممكن اقول للشخص دلوقتي اهو قوم اعمل لي 10 ضغط دلوقتي، يقول لي يلا بينا اهو، يروح يقفل 1 2 3 ويرجع تاني، او اقول لشخص قوم اعمل 10 ضغط دلوقتي، يا عم اسلام لا يا راجل جسمي مكسر مش قادر، ابقى بعد الفيديو بقى، فاهمين؟ طب قوم اغسل سنانك، يا عم اغسل سناني ايه بتاع، فاهمين؟ ايه العوامل؟ قال لك في عاملين اساسيين، العامل الاول هو الانكشسنس، يعني ايه؟ يعني القلق، يعني التوتر، يعني ايه برضو؟ يعني لو انت جهازك العصبي دائما في حالة قلق وتوتر وحالة كده اللي هو انت قلقان من حاجة، وراك امتحان، وراك مش عارف ايه، هتلاقي دايما، وبص كده هتبدا دلوقتي تريليت معايا، هو مش دايما انت ايام الامتحانات مثلا العادات اللي انت بتعملها بتبدا تتلخبط؟ فكر فيها كده، يعني مثلا طبعا استغفر الله العظيم، يعني بعضنا مثلا احيانا يعني لما يكون متوتر وبتاع او يدخل في حالة اكتئاب يبدا مثلا الصلاة بتاعته تتقطع، صح كده؟ يعني يبدا يكون متوتر مثلا، او فاهمين، او مثلا في حاله اكتئاب او حاجه، فتبدا الصلاه بتاعته تقطع، هو يفتكر ان هو في علاقه، لا، ده هو بالعكس، يعني ده هو التوتر اللي خلى ان العادات زي الصلاه او غيرها، سيبك من الصلاه، الجيم مثلا، مين فينا مثلا بيقلل الجيم في الحالات مثلا اللي هو داخل مثلا على مشكله كبيره مثلا، فاهم؟ اللي هو حياته فيها مشكله كبيره، عمل مثلا لسه منفصل مع حبيبته، فاهمين؟ هتقولي لا يا عم ده انا بروح الجيم عشان اموف اون، انا اقصد في اليومين 3 دول تحديدا، ليه؟ لان الانكزايتي اللي هو القلق والتوتر بيأثر على الليمبك سيستم فيزود الليمبك فريكشن. فهمتوا المصطلحات اللي بنتكلم بيها؟ احنا هنتكلم بكلام علمي بحت، مش جايين نقول كلام تنميه بشريه، تمام؟ طيب مثلا اوقات الامتحانات مش بتبدا، سيبك يا عم من الجيم، اي حاجه، تاخد اي مثال تاني، الموضوع نسبي، غسيل الاسنان مثلا، تمام؟ قراءه الكتب، شوف اي عاده انت بتعملها هتلاقيها الحالات اللي انت بتكون في حالات انكزايتي فيها، الحاجات دي بتبدا تتلخبط، العادات دي بتبدا تتاثر، او بتبدا ما يكونش عندك طاقه انك تعملها، فاهمين قصدي؟ ده معناه ان الحاجات دي بتزود من الليمبك فريكشن اللي هو الطاقه اللي انت محتاجها عشان تقوم بالحاجه، تمام؟ ده اول عامل بيأثر على الليمبك فريكشن. طيب ايه العامل الثاني اللي بيأثر على الليمبك فريكشن؟ قال لك العامل الثاني اللي بيأثر عليه هو التايردنس، او ان انت تكون تعبان، ان انت يكون ما عندكش طاقه، ان انت تكون، فاهمين، انك تكون تعبان مش قادر، انك تكون جسمك مكسر، يا عم مش قادر اروح، مش قادر اتحرك من السرير، فاهم؟ يبقى انت محتاج طاقه، محتاج تكون عندك نشاط عشان تقوم تعمل الحاجه المعينه. فالمهم دي حاجه اسمها الليمبك فريكشن، تمام؟ المصطلح الثالث اللي عاوزك تبقى فاهمه حاجه اسمها لينش بين هابت، او عاده اللينش بين. يعني ايه اللينش بين هابت؟ عارفين كده في مسمار كده، اللي هو زي مسمار كده او زي حديده كده اللي هي بتتحط في الترس بتاع العجله، هجيب لكم صوره ليها اهو يا جماعه، بصوا كده، اهو المسمار ده، تمام؟ يعني حاجه كده، يعني ما اعرفش صراحه استخدامها بيكون في ايه قوي يعني، ولكن دي حاجه اسمها لينش بين هابت، تمام؟ يعني حاجه بتوصل ما بين حاجتين كده. طيب ايه اللينش بين هابت ده؟ سيبك من التشبيهات الانجليش دي، تمام؟ يعني ايه اللينش بين هابت؟ هقول لك، في بعض العادات، ودي حاجه نسبيه يعني، دي مش حاجه مطلقه، بتكون سهله جدا انك تعملها وبتعملها كل يوم، بس لبعض الناس التانية لا، دي حاجه صعبه. يعني مثلا انا عن نفسي مثلا بحل كل يوم مثلا لمده ساعه تكتكس شطرنج بازلز،
دي حاجه سهله جدا الصراحه، مش محتاجه اي طاقه مني، مش محتاجه اي ليمبك فريكشن خالص. فاهمين قصدي؟ ممكن بعض الناس هقعد ساعه كده العب احل بازل شطرنج، سيبك من الشطرنج. في بعض الناس كل يوم بتغسل اسنانها 3 مرات، بالنسبه لها خلاص الموضوع ده سهل جدا. تمام. الحاجه اللي انت بتعملها بسهوله كده وبتستمتع انك بتعملها كل يوم اسمها لينش بن. الحاجه دي بتختلف، بس اكيد في حاجه عندك او حاجات بتعملها كل يوم ممكن تكون كويسه او وحشه على فكره، بس خلينا نقول كويسه دلوقتي. اكيد في حاجات انت بتعملها كل يوم، الحاجات دي انت بتستمتع بعملها، انت مش محتاجه طاقه منك، انت كل يوم بتعملها. دي اسمها لينش بن هابت. طب ايه فائدتها؟ هقول لك شويه كده، بس خلي بالك ان في بعض العادات عندك اسمها لينش بن هابت. بس انا مش عايز منك اكتر من كده. دول المصطلحات اللي احنا هنثبتهم مع بعض عشان نتكلم بقى، نبدا ندردش مع بعض على علم، يعني عشان ما نقعدش كل شويه نشرح هذه المصطلحات. اتفقنا؟ يلا بينا نبتدي بسم الله. انا عارف ان انا يعني مش مقدمه، لكن هو كان معلومات مهمه، انا شايف انها معلومات مهمه الصراحه، ويعني كلام كله يعني داخل الموضوع، مش بنحيد بعيدا قوي عن الموضوع يعني. تمام. طيب اول حاجه انا عاوزك تعملها انك تجيب ورقه. تمام. تجيب ورقه زي كده، هات ورقه، يعني مش حابب تعملها براحتك يعني، مش ضروري قوي يعني، ولكن يفضل انك تعملها يعني. هي دي تمام يعني. قاوم الليمبك فريكشن وحاول تعملها، يعني حاجه سهله حتى على الفون يا عم. لو انت بتسمعني من على اللابتوب او الكمبيوتر ممكن تكتبها على النوت على الفون، بس مش مشكله برضه لو انت ما عملتهاش، مش حاجه ضروريه قوي يعني. وعاوزك تكتب العادات اللي انت عاوز اللي انت بتعملها كل يوم، وتقسم العادات دي. هل العادات دي كونتكست ديبندنت ولا ليمبك فريكشن ديبندنت؟ ايه، انت مش قلت لنا ايدنتيتي بيزد وهابيتشوال بيزد؟ لا، هقول لك حاجه. العادات عموما بتختلف حسب الكونتكست، حسب الموقف او السياق. معلش انا عارف ان قلت كلام كتير، بس اوعدك والله اخر مره، اخر مره خلاص، مش هقول اي كلمه جديده تاني. تمام. اي كلمه انجلش انا مش هقولها، بس معلش لان معظم او كل صراحه الريسورسز اللي انا حضرت منها الفيديو بتاعي هي فيديوهات انجلش، كتب انجلش، ليتريتشرز او يعني اوراق بحثيه من السيكولوجي بالانجلش. فسامحني يعني، انا بحاول ابسط الامور معاك بس عشان اديك حاجه علميه محترمه، ما اقعدش اقول لك كلام في الهوا. اتفقنا؟ طيب يعني ايه برضو الكلام اللي بقوله لك ده؟ العادات عموما ده تدريب لو انت عاوز تعمله. في عادات بتنقسم لكونتكست. كونتكست يا جماعه يعني سياق. يعني ايه سياق؟ هقول لك مثال. انت دلوقتي مثلا كل يوم بتغسل اسنانك، تمام؟ ده ليه؟ لان انت قاعد في البيت. طب تخيل مثلا انت بكره رحت بيت عند واحد صديقك، هل هتغسل اسنانك؟ يبقى الحاجه دي يعني مش كونتكست بيز، يعني مش معتمده على السياق، مش معتمده على الوقت اللي انت فيه. فاهمين قصدي؟ طب هقول لك حاجه تاني مثلا. هل الحاجه اللي انت بتعملها دي مثلا انا كل يوم بروح الجيم، ليه؟ لان الجيم تحت بيتنا. افرض الجيم ده قفل، انا مش هروح، صح كده؟ فهي معتمده على السياق اللي انت عايش فيه. طب افرض الجيم كان بعيد، انا مش هروح. لا، ولا انت هتروح؟ لا، يبقى هي مش معتمده على الكونتكست. ولا هل هي معتمده بقى على الليمبك فريكشن اللي كنا بنتكلم عنه من شويه بقى، اللي هو الطاقه اللي انت محتاجها بغض النظر عن المكان؟ فاهمين قصدي؟ هقول لك مثال. هل الكلام ده ينطبق على العادات السلبيه؟ جدا يعني. حته ينطبق على السياق مفيده اكتر في انطباقها على العادات السلبيه اكتر من الايجابيه. هقول لك مثال. يعني لا حرج ولا حياء في العلم مثلا. تمام. الناس اللي هم بيمارسوا العاده السريه مثلا او بيتفرجوا على الاباحيه، دي عاده سيئه، صح كده؟ غالبا بنسبه 90% العاده دي بتكون كونتكست بيزد، معتمده على السياق. يعني ايه؟ الناس اللي هي مدمنه حاجه زي كده هتلاقيهم كل يوم لما مثلا يقعد على الكمبيوتر مثلا بعد المفطر بيجيله احساس النشوه ان هو عايز يعمل كده. فاهمين قصدي؟ ممكن يكون ليه سنين بنفس الوقت ده، مثلا بعد العصر مثلا لما يصحى من النوم مثلا. فهو الموضوع العاده دي كونتكست بيزد، معتمده على الكونتكست اللي هو الوقت والزمن والمكان، او الزمان والمكان. طب تخيل نفس الشخص ده لو سافر مثلا، راح مثلا قضى يومين مثلا في دهب او في اسكندريه فاهمين؟ هتلاقيه لا، العاده دي اختفت، ما فكرش فيها اصلا، ما جاتش على باله. فاهمين قصدي؟ ليه؟ لان العاده دي كانت كونتكست بيزد. تمام. فانت اعمل التدريب ده عشان هنحتاجه كمان شويه، بس يعني قسم العادات كده، يعني سواء سلبيه او ايجابيه. هل هي كونتكست بيزد ولا محتاجه ليمبك فريكشن العاده زي ما انت اتكلمنا عنها من شويه؟ تعالى بقى نتكلم. انا دلوقتي انا عاوز ابني عاده جديده. تمام. ايه الهدف من بناء العاده؟ يعني انا دلوقتي أنا لازم تسال نفسك الاول، يعني اسال نفسك طبعا هو ايه الهدف من بناء العاده. تعالى نفترض مثلا، انا دايما بحب اخد مثال وانت تعممه. يعني دايما لما انا بتكلم على مثال معين يا جماعه، مش معناها ان انا اقصد المثال ده بحد ذاته، لا، انت خد المثال ده وعمم الفكره او عمم التجربه او عمم المثال على اي حاجه تاني في حياتك. تمام. طيب انا مثلا عاوز ابني عاده معينه. ايه الهدف العاده اللي انا عاوز ابنيها دي؟ الهدف من العاده مش الهدف، لا، الهدف اللي هو مش الهدف، اقصد الهدف اللي انت عاوز تحققه. ايه الهدف اللي هو من بناء ان احنا نبني عاده؟ انتوا مش فاهميني برضه، صح كده؟
يعني ايه الهدف في المخ بتاعك؟ ايه الهدف من ناحيه النيورو؟ الهدف انك تحقق حاجه اسمها الاوتوماتيسيتي. يعني ايه الاوتوماتيسيتي؟ يعني عقلي يبقى شغال بيعمل العاده دي كل يوم بشكل اوتوماتيك، من غير ما اقعد افكر، من غير ما اكون محتاج ليمبك فريكشن، من غير ما اكون محتاج كونتكست او سياق معين، من غير ما يكون في اي شرط. عقلي كل يوم بيغسل سنانه، عقلي كل يوم يسمع الاذان يقوم يصلي، عقلي كل يوم لما يصحى يحل مثلا بازلز شطرنج مثلا، عقلي كل يوم قبل ما ينام بيعمل مثلا مشروب بابونج مثلا، مشروب دافي كده عشان يساعده على النوم. فاهمين الفكره؟ عقلي كل يوم بعد مثلا الاكل او بعد المفطر بيمشي ينزل يتمشى نص ساعه. عقلي كل يوم من غير ما افكر، من غير ما اعمل لها خلاص، هو كده بقت اوتوماتيسيتي. العاده دي بقت اوتوماتيك في مخي. وعلى النقيض بقى العادات السلبيه، احنا هنتعلم ازاي نكسر او نغالب او يعني نغير الاوتوماتيسيتي دي اللي هي بتحصل كل يوم، سيجاره على سريه اي حاجه وحشه بقى، فاهمين؟ او عايزين نغيرها، احنا محتاجين ازاي نكسر الاوتوماتيسيتي دي اللي بتحصل. فهمتوا يعني ايه؟ يبقى ايه الهدف من بناء العاده؟ هو ان احنا نحول الحاجه اللي عاوزين نعملها او نبنيها لحاجه تبقى شغاله بشكل اوتوماتيكي، اوتوماتيسيتي. طيب كويس خالص. ازاي نعمل كده او ازاي نبدا بناء عاده؟ احنا فهمنا من شويه حاجه او مصطلح اسمه الليمبك فريكشن، صح كده؟ اللي هو يعني ايه الليمبك فريكشن المره المليون؟ هو معناها القدره او الطاقه اللي انت محتاجها علشان تقوم تعمل الحاجه. حد يقول لي ثواني يا اسلام، يعني ممكن يعني قصدك التحفيز، يعني الموتيفيشن؟ ما تقول التحفيز. لا لا، دي حاجه ودي حاجه. الموتيفيشن دي كلمه كبيره، الليمبك فريكشن دي عمليه بتتم في العقل، دي خلايا عصبيه. لكن الموتيفيشن دي كلمه عامه. يعني بص كده هقول لك مثلا، انت ممكن تكون متحفز انك تروح الجيم، صح؟ بس الليمبك فريكشن عندك مخليك مش قادر تقوم. فاهمين الفكره؟ يعني انت ممكن والله ده انا عايز اروح الجيم جامد، بس انت ليك سنه بتقول عاوز اروح الجيم، ده معناها ان انت عندك موتيفيشن، تحفيز، صح كده؟ لكن القدره انك تقوم من سريرك او تقوم من مكانك وتروح تنزل الجيم ده الليمبك فريكشن. عشان ما حدش بس يخلط الامور يعني تمام، لا تخلط الحابل بالنابل يعني، تمام؟ طيب، فاحنا دلوقتي احنا مش بنتكلم على التحفيز، لا احنا بنتكلم كلام علمي، بنتكلم على عمليه عقليه بتحصل في الليمبك سيستم في المخ. يبقى اول حاجه احنا محتاجين عشان نبني عاده معينه، احنا محتاجين نقلل اول خطوه نعملها ان احنا نقلل الليمبك فريكشن بتاعها جدا. ليه؟ علشان يكون قيامنا بهذه العاده سهل، منطقي، صح كده؟ ما احنا فهمنا يعني ايه ليمبك فريكشن بقى. فاحنا محتاجين نقلل الليمبك فريكشن جدا جدا جدا، فتكون مش محتاجه طاقه بقى ان احنا نقوم نعملها. ازاي نعمل كده؟ علشان نعمل كده مش هنقدر نعمل كده في ثانيه. يعني ما اقدرش اقول لك بص كده خد الطريقه دي هتخلي الليمبك فريكشن من 100 ل0. مفيش حاجه اسمها كده، كل ما اضحك عليك. تمام؟ في السايكولوجي ليتراتشر او الاوراق البحثيه العلميه بتاعت السايكولوجي بيقسموا العادات او بيقسموا الليمبك فريكشن اللي هو الطاقه اللي انت محتاجها علشان تقوم تعمل عاده، من هاي يعني طاقه عاليه جدا، يعني حاجه انت تقيله قوي على قلبك عشان تقوم تعملها، لمودريت متوسط يعني محتاج يعني طاقه متوسطه عشان تقوم تعملها، للو. يعني ايه لو؟ يعني حاجه سهله جدا تقوم تعملها، مش محتاج غير طاقه بسيطه. يعني قوم مثلا اعمل شاي، ماشي يا عم اهو هوقف الفيديو، فاهم؟ فدي مش محتاجه لمك فريكشن خالص. تمام؟ طيب، احنا هنتكلم دلوقتي عن ازاي نحول او يعني على تركه بسيطه خالص، منتال اكسرسايز، تدريب عقلي مثبت علميا انه بيقلل من مستويات الليمبك فريكشن من مودريت للو. عارفين احنا بنتكلم فين؟ معلش احنا دقاق شويه في الكلام او بنتكلم بشكل دقيق لان ده زي ما قلت لك للمره مليون ده كلام علمي. ازاي نقلل الليمبك فريكشن من مودريت للو، من متوسط لقليل؟ يعني مثلا والله ده انا عايز اروح الجيم بس محتاج زقه، فده انت محتاج، فاهم؟ عاوزين نقلل من مودريت للو، فاهمين بنتكلم في ايه؟ ازاي بقى نعملها؟ في تدريب ممتاز جدا جدا هيشتغل معاك، جربه معايا دلوقتي هتجربه دلوقتي. ايه التدريب ده؟ هو ان انت تتخيل الحاجه دي بالبروسيجرال ميموري. يا اسلام كل شويه مصطلحات يا ابوس ايدك، كفايه زهقتنا، معلش سامحوني والله سامحوني. تمام؟ يعني ايه بروسيجرال ميموري؟ كلمه بروسيجر يعني الاجراء، صح كده؟ اجراء. يعني ايه الاجراء؟ يعني مثلا انا لما اقوم مثلا اعمل شاي، عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا هقوم من على الكرسي واجيب الباكت بتاعت الشاي واسخن الميه على النار واحط السكر في، تمام؟ بغض النظر ان انا يعني مضر السكر، يعني بشربه من غير سكر، وتحط الشاي في تمام الميه على الشاي، وبعد كده تحطها في الكوبايه وتيجي تقعد مكانك، صح كده؟ ايه اللي انا حكيته ده؟ اللي انا حكيته ده اسمه البروسيجر، اللي هي الاجراء او العمليه اللي دارت علشان تقوم بالحاجه المعينه.
تمام؟ طيب أنا مثلًا عاوز أقوم مثلًا أروح الgym، فإيه اللي أنا باعمله؟ هاقوم مثلًا ألبس مثلًا التيشيرت بتاع الgym بتاعي، آخد الشنطة، أحط الشيكر بتاعي مثلًا في الشنطة بتاعتي، أنزل أفتح الباب صح كده، أنزل على السلم، أروح الgym، أدفع تمن الاشتراك، أسخّن على الtreadmill وأبدأ التمرينة بتاعتي، وبعد كده أرجع آخد الكرياتين وآخد البروتين وآكل فاهمين؟ إيه ده؟ ده اسمه الprocedure. الprocedural memory يعني الذاكرة الإجرائية، لو هاترجمها ترجمة حرفية يعني، أنا الترجمة دي باترجمها دلوقتي يعني مش محضّرها يعني تمام، بس إن شاء الله تكون ترجمة صحيحة يعني تمام. إيه الذاكرة الإجرائية؟ في حاجة اسمها procedural memory، وفي الذاكرة اللي هي التانية يا جماعة، اللي هي الذاكرة اللي بتحفظ اللي هي المعلومات، لأ أنا باتكلم عن الذاكرة اللي بتحفظ إجراءات الحاجة. يعني أنت مثلًا عاوز تركب العجلة، فأنت محتاج الprocedural memory، بتحط رجل والرجل فاهمين؟ عاوز مثلًا تلعب شطرنج، فأنت بتكون حافظ الإجراءات اللي بتعملها أو الخطوات، تمام؟ أول تدريب علشان تقلل من مستويات الlimbic friction، فيتحول الأمر أو الحاجة اللي أنت عاوز تحولها من غريزة أو من فكرة إلى إجراء فعلي، هو إنك تغمض عينيك، مش شرط تغمض عينيك طبعًا، ولكن تتخيل إجراءات الحاجة اللي أنت عاوز تعملها. الكلام ممكن يكون تافه أو أهبل، ولكن ده كلام مُثبت علميًا والله العظيم. طب أدّيك مثال، بُص كده أنا هاقول لك دلوقتي، قوم العب 10 ضغط. يا إسلام طب أنا باسمعك، أنا باكلمك بجد والله، قوم العب 10 ضغط دلوقتي، تمام؟ حاسس إنها تقيلة عليك، صح كده يا عم، بعدين يا عم مش قادر. طب بُص كده، تخيل معايا إنك قفلت الفيديو، يعني مش قفلت الفيديو، وقّفته، وبعد ما وقّفته قُمت كده رُحت سخّنت كده إيديك، تخيل معايا أو تخيلي معايا حتى لو بنت عادي يعني، إنِّك سخّنت إيديكِ كده تمام، وعلى الأرض بدأتِ تلعبي ضغط 1، 2، 3 ونفسِك بينهج، وبعد كده إيه فصلتِ، وبعد كده رجعتِ أو رجعت، باكلم ولد أو بنت، رجعت وكمّلتِ الفيديو. إيه اللي أنت عملته ده؟ أنت درّبت مخّك إن هو يتخيل الprocedure بتاعة الحاجة دي. بالله عليك، أنت مش حاسس إن أنت عندك طاقة تقوم تلعب ضغط أكتر دلوقتي؟ بأمانة، صح، صح كده؟ ليه؟ لأن أنت درّبت عقلك إنه يتخيل الprocedure بتاعة الحاجة، يبقى دي أول تدريب أنت محتاج تعمله علشان الlimbic friction بتاع العادة المعيّنة اللي أنت عاوز تبنيها يقل، فتقوم تعمل الحاجة دي. بس الكلام ده ينطبق على الlimbic friction من moderate to low، اتفقنا؟ عشان بس نكون إيه، في الصورة يعني، تمام؟ طب تخيل إنك عاوز تقوم مثلًا تعمل espresso، تعمل شاي، تعمل قهوة، تخيل كده معايا قُمت شغّلت الماكينة بتاعة الespresso، مش عارف جِبت البتاع، حطيت الضغط فاهمين؟ وجيت تاني. التخيُّل ده بيخلّي عندك طاقة إنك تقوم تعمل الحاجة دي، يعني بيقلل من الطاقة يعني بيقلل من الlimbic friction اللي هو إيه، فاهمين؟ يبقى ده أول تدريب أنت تعمله عشان تبدأ تخلّي الlimbic friction بتاع أي حاجة عاوز تعملها تخلّيه قليل، تمام؟ فيكون عندك طاقة تقوم تعملها، تمام؟ لو أنت حابب تعرف برضه السبب العلمي ليه الطريقة ديّة فعلًا هي حقيقة وبتزوّد من قدرتك، ده لأن في حاجة برضه لو حد برضه في طِب أو درس نيورو هيكون فاهمني، في receptor على الخلايا العصبية اسمه نمضة، صح كده NMDA، عارفين فاكرين النمضة يا جماعة؟ لو حد خد CNS أكيد عارفينه بتوع طِب يعني. الreceptor ده لمّا أنت بتعمل procedural memory، الخلايا العصبية بتعمل upregulation للreceptor بتاع النمضة، فيكون وقتها إن الأعصاب دي تعمل firing لمّا أنت تقوم تعمل الaction ده هتكون أسهل. فاهمين؟ لو حد في طِب هيكون فاهمني، لو حد برّه طِب مش مهم تفهم الحتّة ديّة أوي، لإن هي حتّة معقّدة شوية في علم الأعصاب، تمام؟ بس أنا باقول لك السبب العلمي وراءها، إن أنت لمّا بتعمل الprocedural memory، مثلًا أنا عاوز أقوم أعمل كيكة مثلًا، مكسّل ليّا سَنة باقول عايز أعمل كيكة، عايز أقوم أعمل cheese cake، لكن لمّا أنت تبدأ تتخيّل الخطوات، أنا رُحت بقى الmarket بقى واشتريت مش عارف إيه واشتريت فاهمين، ورُحت جيت وعملتها وبتاع، تمام؟ الخلايا العصبية بتبقى كإنّها متأهّبة إنّها تقوم تعمل الحاجة دي، فيكون الlimbic friction أقل، فاهمين العلاقة؟ تمام. طيب الحاجة التانية علشان نبني عادة أو عشان نبدأ نعمل عادة بالفعل، هي حاجة ودي يا جماعة مهمة جدًا، 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 حاجة اسمها الtask bracketing. يعني إيه task bracketing؟ كلمة bracket معناها الإطار أو اللي هو الbracket، اللي هو يا جماعة علامة الbracket، عارفين الbracket؟ علامة الbracket اللي هي دي، القوس ده اللي هو بتحط فيه الكلام، تمام؟ اللي هو ليه بداية وليه نهاية، القوس يا جماعة اللي هو الbracket، تمام؟ فكلمة task bracketing إنك الtask دي تكون bracketed. يعني إيه مش فاهمك؟ هاقول لك، ركّز معايا بقى في الكلام كويس جدًا ده. في ورقة بحث علمية تمام، بتتكلم عن إيه بقى، بتقول إن في جزء في الدماغ، طبعًا الجزء ده أكيد طبعًا أنتم هتبقوا عارفينه، اسمه إيه ده، اسمه dorsolateral striatum، اسمه معقّد شوية ممكن نقول عليه DLS. الdorsolateral striatum ده جزء يا جماعة يعني عبارة عن مجموعة من الأعصاب، هي كلمة striatum يعني خيوط أو مخطط. دورسو يعني في الضهر كده أو مش من قدّام، يعني من فوق كده في الضهر، lateral على الطرف يعني هنا،
في جزء في المخ هنا اهو، هنا وهنا، دورسول ورا، لاترال على الطرف. ايه الدورسولاترال سترايتم دي؟ الدورسولاترال سترايتم دي عباره عن مجموعه من الاعصاب. بتعمل ايه مجموعه الاعصاب دي؟ العلماء وجدوا ان مجموعه الاعصاب دي بتنشط لما احنا نيجي نبدا مهمه، ولما احنا نيجي ننتهي من المهمه. مش فاهم حاجه. ايه؟ هقول لك يعني ايه. هو مش في كثير من الاحيان انت بتكون متحمس انك مثلا تبدا حاجه، تبدا عاده جديده، هبدا النهارده مثلا كل يوم اتعلم برمجه، صح كده؟ فعقلك متحمس جدا جدا. فاهمين قصدي؟ ليه الدورسولاترال سترايتم دي نشطه؟ ليه؟ لان انت بتبدا اهو. بس لما تيجي تبدا خلاص انت فرحت اهو، يلا بقى نبدا. إيه يا عم زهقت. صح كده؟ ليه؟ الدورسولاترال سترايتم خمدت خلاص. هي كانت نشطه بس في البدايه. عارف هتنشط امتى تاني؟ لما تخلص الكورس، لما تخلص الفيديو للاخره، فتحس كده باحساس سعاده. الله، ايه ده؟ فتروح تبدا الدورسولاترال سترايتم دي تبعت اشارات للدوبامين، لمصادر الدوبامين في مخك انه يطلع دوبامين، فتحس بالسعاده انك انجزت. يعني الدي ال اس دي او مجموعه الاعصاب دي بتنشط بس في بدايه الامر وفي نهايه الامر، او في بدايه العاده ونهايتها. لكن اثناء انخراطك او انغمارك في العاده نفسها، الدورسولاترال سترايتم مش بتنشط، او بتكون معدلات نشاطها قليل جدا. علشان كده قال لك طب ما سهله. قال لك احنا لو عايزين نبدا عاده جديده، نبدا نبركت العاده دي. يعني ايه برضو؟ مش فاهم يعني ايه نبركت. قال لك احنا عاوزين الدورسولاترال سترايتم دي تبقى شغاله معظم الوقت، او تبقى شغاله طول الوقت، مش بس في البدايه وفي النهايه. انت مثلا بتصحى كل يوم، صح كده؟ اول ما بتصحى فتحت عينيك بتعمل ايه؟ يعني اتمنى تكون بتعمل كده. يعني بتقوم تغسل وشك، تغسل اسنانك، تتوضى، تصلي. يعني ده اظن يعني اي حد، يعني معظمنا بيعمل كده. يعني ان شاء الله معظمنا يكون بيعمل كده، ما بيعملش حاجه تاني. يعني ما تقعدش تقلب على الفون مثلا، فاهم؟ فاظن يعني انسان الطبيعي بيعمل كده، اللي هو يقوم يفتح عينيه، يغسل وشه، يبرش هيز تيث، يغسل اسنانه، يتوضى، يقوم يصلي، يبدا يومه. وبعد كده يحضر قهوه بقى، يحضر فطار. هو ليه مخك بيعمل كده كل يوم وبقى الموضوع سهل جدا؟ لأن المخ بتاعك اعتاد إن نقطة البدء بتاعت العادة بتاعت غسيل الأسنان مع نقطة الصحيان. فأنت حطيت التاسك أو المهمة دي في براكت، ما خليتش التاسك دي كده وخلاص. لا مش فاهم. هقول لك مثال تاني. تمام؟ تعال ركز معايا. سمعت مثلا قبل كده عن حاجه اسمها طريقه البومودورو تكنيك في المذاكره، صح كده؟ يقول لك انا هظبط المؤقت على 45 دقيقه، و15 دقيقه راحه، او 25 دقيقه او 5 دقائق راحه. سمعتوا عن الطريقه دي، صح كده؟ هي ليه الطريقه دي بتنفع مع بعض الناس او مع معظم الناس؟ لان مخك بيحط المهمه دي في براكت. فانت لما تحط المهمه دي في براكت، الدورسولاترام سترايتم هتبقى نشطه طول المده دي، لان انت حددتها ببراكت. ما خليتش المهمه دي تبدا وخلاص مش مكمل زي ما تيجي. فيروح الدورسولاترام سترايتم تخمد، الاعصاب دي بتلاقيها هبطت، فخليك مش عارف تكمل المهمه، زهقان، ما عندكش طاقه. فاهمين الفكره؟ نفس فكره غسيل الاسنان. انت ليه غسيل الاسنان بقى خلاص جزء عادي كل يوم؟ لان انت بتعمله في وقت معين، في تحديده معينه، في براكت كانك حاططه بين قوسين، اللي هو من اول ما اصحى لحد ما اغسل اسناني، دي عادي خلاص. فالدورسولاترام ستاتم بقت نشط طول الوقت. فاهمين قصدي؟ فعشان كده انك تعمل للمهمه المعينه براكت، يعني نقطه نهايه ونقطه بدايه، او نقطه بدايه ونقطه نهايه. تمام؟ نقطه بدايه ونقطه نهايه. فوقتها تحفيزك او قدرتك انك تعمل المهمه دي بيزداد، لان انت عملت براكتنج للمهمه دي. طب تعالى اديك مثال، يلا بينا. انت مثلا عاوز تروح الجيم. ايه رايك لو خليت ان انت عاوز تروح الجيم بس انت مكسل؟ ايه رايك لو اتفقنا مع بعض كل يوم تروح الجيم من بعد المفطر مثلا لحد صلاه التراويح، لحد احنا في رمضان مثلا، ده مثال يعني. انت عملت ايه؟ انت عملت المهمه المعينه اللي عاوز تبداها براكتنج. هتلاقي مخك كل يوم يلا بقى الوقت، عاوز تروح بعد المفطر اهو، فاهم؟ لكن لما انت تسيبها كده عايمه وخلاص، اوبس، السلك كان مش مشكله، تمام، انا انفعلت جامد بس مش مشكله. لما انت تسيب المهمه دي عايمه كده وخلاص في الهواء، هتلاقي مخك مش متحفز انه يعملها. فاهمين يعني ايه بقى التاسك براكتنج؟ علشان كده سموها في الاوراق البحثيه
تقطير المهام، تقطير، حاططها في اطار ما بين نقطه بدايه ونقطه نهايه. فالدورسولاترام ستريتم والخلايا بتاعت الخلايا العصبيه بتاعت المخ بتاعتك هتبدا تنشط عند النقطه دي، فتحفزك انك تعمل المهمه، وتفضل الخلايا العصبيه متحفزه مستنيه انك تخلص المهمه دي، علشان انت محدد لها نقطه، مش سايبها كده وخلاص، سايبها عايمه. فاهمين قصدي؟ يبقى الخلاصه اللي انا عاوز اقولها لك، لما تيجي تحب تبدا مهمه جديده، حاول تخلي في نقطه بدايه ونقطه نهايه للمهمه دي، حاول تحدد لها وقت، حاول تخصص لها جزء معين من يومك. الكلام ده مهم جدا والله. انا مثلا عاوز ابدا ابني عاده ان انا اقرا كتب، فانا هحدد، بص كلامي، هحدد كل يوم قبل ما انام هقرا 5 صفح، 5 صفحات. شوف ازاي انا عملت تاسك براكتنج كل يوم قبل ما انام. يعني الساعه مثلا او النصف ساعه، يعني 5 صفحات مش هتاخد نص ساعه، يعني النصف ساعه اللي قبل النوم هقرا فيها 5 صفحات. يبقى كل يوم قبل ما انام عقلي هيكون بوم، دي نقطه بدايه، يلا روح بقى يلا، فاهمين؟ وبعد كده انام، ادي نقطه النهايه خلاص. عقلي بقى مع الوقت هيبدا يخلي العاده دي امبيدد او مغمره في مخي خلاص، مش محتاجه اي ليمبك فريكشن. وده على فكره اللي بيفرق العادات الكونتكست ديبندنت عن العادات اللي مش كونتكست ديبندنت. يعني ايه؟ يعني مثلا انت كل يوم اتعودت انك تغسل اسنانك لما بتصحى، فده مش هيفرق بقى انت كنت النهارده في بيتكم ولا كنت مسافر ولا كنت عند صاحبك، انت كل يوم هتاخد معاك المعجون والفرشه وهتغسل اسنانك في الصبح، صح كده؟ لان انت عملت تاسك براكتنج. وده علاج ان في بعض العادات هي كونتكست ديبندنت، زي ما احنا قلنا في البدايه ان في بعض العادات بتعملها بس وانت مثلا في بيتكم، لكن لما تسافر تغير المكان تغير الحاجه تلاقيها باظت. فاهمين قصدي؟ حد يقول لي يعني يا اسلام انت عاوز تقول لنا ان احنا المفروض اي عاده نعملها نبدا نحط لها مثلا بدايه ونهايه؟ لا، يعني ما قلتش كده بالظبط. انت ممكن تخلي مثلا يعني مش شرط بدايه ونهايه، ولكن على الاقل انك تربطها بحاجه تانية. يعني مثلا انا كل يوم مثلا هجري مثلا بعد الفطار، تمام؟ مش شرط بدايه اللي هو هبدا الساعه 5 وخلاص الساعه 6، لا ما قلتش كده، ما قلتش 5 6، تمام؟ انا هبدا مثلا تمرين بعد الفطار، على التراويح كده هكون رجعت، تمام؟ طب بعد رمضان مثلا انا هبدا مثلا تمارين بعد ما اجي من الشغل، او فاهمين؟ المهم يكون في كده نقط معينه عقلك مبرمج ان هو بيدخل في الفيز او في المرحله دي في الوقت ده. وعلشان الموضوع ده يكون مور افكتيف او اكثر فعاليه، يعني كان في برضو ورقه بحثيه برضو بتتكلم عن الموضوع ده بتاع التاسك براكتنج، وكانت بتتكلم ان احنا المفروض اليوم بتاعنا اللي هو ال 24 ساعه بيتقسم الى 3 فيزز او 3 مراحل. المرحله الاولى اللي هي من اول ما نستيقظ لحد 8 ساعات من بعد الاستيقاظ، تمام؟ يعني مثلا انا بصحى مثلا الساعه 8 الصبح لحد مثلا ايه، لحد العصر كده مثلا، تمام؟ دي اسمها فيز 1 اللي هم من 0 ل 8 ساعات من بعد الاستيقاظ، دول اول 24 ساعه، اول 8 ساعات من ال 24 ساعه اللي في يومك، تمام؟ الفيز الثانيه او المرحله الثانيه من 9 ساعات اللي هو تمام لحد 14 ساعه. الفيز الثالثه اللي هي بقى بتاعت النوم بقى اللي هي من 16 ل 24. يبقى احنا هنقسم اليوم بتاعنا ل3 مراحل. حد يقول لي ايه اهميه الفيز دي؟ هتعرف دلوقتي، بس ثواني. الفيز الاولى من 0 الى 8 ساعات، الفيز الثانيه من 9 ل 14 ساعه، والفيز الثالثه من 15 ل 24 ساعه. الفيز الثالثه دي غالبا هتكون بتاعت النوم. طيب احنا ازاي نستفيد من موضوع التاسك براكتنج ده بخصوص الفيزز دي؟ قال لك والله الموضوع بسيط، ابسط مما تتخيل. انت ممكن تخلي التاسكس الجديده او المهام او الهابتس الجديده اللي انت عاوز تبنيها بتكون مبنيه او تعمل لها براكتنج على اساس الفيزز. مش فاهم؟ قال لك احنا هنضرب عصفورين بحجر هنا. يعني ايه برضه؟ قال لك في الفيز الاولى اللي هي اول 8 ساعات من بعد الاستيقاظ، قال لك معدلات النور ابنفرين اللي هو الهرمون اللي بيخليك متيقظ كده ومتاهب والرت كده وصاحي كده وفايق ومركز، وهرمون الدوبامين اللي بيحسسك كده ان انت فرحان كده ورايق وعاوز تقوم تنجز وتروح الشغل وتروح الكليه وتعمل. قال لك الهرمونات دي بتكون عاليه جدا او بتكون في معدلاتها العظمى في اول 8 ساعات من الاستيقاظ، تمام؟ طيب انا اقدر استفيد من الموضوع ده ازاي؟ قال لك الهرمونات دي لما تكون عاليه بتخليك كده ان انت متشجع انك تقوم تعمل مهمه ومتخليك كده مركز وفايق. ده معناه ان الليمبك فريكشن اللي هو المجهود اللي عاوز تبذله عشان تعمل العاده المعينه بيكون قليل قوي. فاهمين الفكره؟ عشان كده في اول 8 ساعات من اليوم الليمبك فيكشن بيكون قليل جدا. طب انا اقدر استفيد من ده ازاي؟ قال لك حلو، قال لك هات العادات الجديده كده اللي انت عاوز تبنيها، تعالى لي شوف اكتر عاده تقيله على قلبك، اكتر عاده مش يا صعبه يا عم اسلام دي مكسر اعملها، اكتر عاده. ودي طبعا حاجه نسبيه، يعني ممكن مثلا بالنسبه لي انا المذاكره
تكون بالنسبه لي حاجه تقيله على قلبي، فهي محتاجه ليمبك فريكشن عالي قوي، صح كده؟ لكن انت بالنسبه لك المذاكره لا، دي عادي، حاجه عاديه جدا جدا، مش محتاجه ليمبك فريكشن خالص. تمام؟ فالموضوع ده نسبي، مش هقول لك حاجه معينه. فانت شوف اكتر عاده محتاجه ليمبك فريكشن واعملها في فيز 1. يعني حاول دايما تبدا تبني العاده دي في اول 8 ساعات من النوم، اول 8 ساعات من الاستيقاظ، مش من النوم اكيد يعني. تمام؟ يعني مثلا يعني هتلاقي ان في الفتره دي الموضوع سهل جدا انك تنخرط في العاده دي، اسهل من انك تحاول تبني العاده دي في ال8 ساعات التانيين. فاهمين الفكره؟ والعكس، قال لك ال8 ساعات التانيين، يعني مثلا كده بالبلدي خالص، لو انت بتصحى الصبح عادي زي باقي البشر وتنام بالليل، مش يومك مقلوب. تمام؟ لان طبعا الابحاث العلميه دي يا جماعه بتكتب على اساس اللي هو الاغلبيه، والمفروض ان الاغلبيه بيناموا بالليل ويصحوا في الصبح يعني. تمام؟ لو انت يومك مقلوب، فانت يعني ما اعرفش، الهرمونات بتاعتك هتكون ملخبطه، الحاجات كلها هتكون بايظه يعني ربنا يكون في عونك، حاول تظبط نومك يعني. تمام؟ الثمان ساعات اللي هم من 9 ل 14، تمام، الثمان ساعات التانيين دول قال لك لا، ده معدل الدوبامين والنور ابنفرين والهرمونات دي بيبدا يقل يقل يقل. ومين بيبدا يزداد مكانه في الثمان؟ يعني هو من بعد العصر مثلا او من بعد المغرب، هرمون السيروتونين، اللي هو بيحسسك كده ان انت مين، ريلاكسد كده، رايق، ان انت كده ايه، بدات اللي هو تمخمخ كده، فاهم، قاعد كده على السرير كده، فاهم. فعلشان كده لما يكون في عاده معينه محتاجه ليمبك فريكشن قليل، ما تعملهاش او ما تحاولش تبنيها في اول 8 ساعات. يعني مثلا هقول لك مثال، مثلا انت عاوز تتعلم مثلا عزف على الجيتار مثلا، حلو اهو، يلا بينا. هل محتاجه ليمبك فريكشن كتير؟ لا، يعني دي غالبا مش محتاجه طاقه كبيره عشان تبدا، اهو ادي الجيتار يلا بينا تن تن، فاهمين؟ فانا غالبا ما اكونش غبي بقى وابدا اتعلم العاده دي او امارس العاده دي كل يوم في اول 8 ساعات من الاستيقاظ. ليه؟ لان اول 8 ساعات ده النور ابنفرين والدوبامين عاليين جدا، فدول هيخلوا اي عاده تقيله على قلبي سهل ان انا انخرط فيها اكتر من انخرط فيها النص التاني من اليوم. فاهمين ايه اللي انا عاوز اقوله؟ فانا هخلي مثلا عادات مثلا زي ان انا عايز اتعلم العزف على الجيتار مثلا، هخليه النص التاني من اليوم، لان هو مش محتاج مجهود وطاقه كبيره علشان انخرط فيه، ده هو محتاج ليمبك فريكشن قليل، وقتها الدوبامين والنور ابنفرين هيكونوا قال له خلاص مش مشكله. فكده كده مش محتاج، هي كده كده مش محتاجه ليمبك فريكشن عالي علشان انخرط فيها. تمام؟ علشان كده انا مع الوقت هبدا خلاص، انا بقيت كل يوم مثلا في النص الاول من اليوم بتاعي بروح الجيم مثلا، ده لو كانت عاده مثلا صعبه عليا. فاهمين الفكره؟ وزي ما قلت لك دي حاجه نسبيه، خلاص بقى تبقى مع الوقت بقت عاده، خلاص انا كل يوم بعد ما اجي من الجامعه بروح الجيم، اهو في اول 8 ساعات من اليوم بعد ما انا كنتش بروح الجيم خالص. وبالليل مثلا كل يوم بقرا لي كتاب مثلا، بقرا لي مثلا 5 صفحات، بتعلم العزف، بتعلم شطرنج، حاجات مش محتاجه ليمبك فريكشن عالي بالنسبه لي ممكن ناس يكون بالنسبه لها تعلم الشطرنج اصعب من انها تروح الجيم. دي حاجه ترجع لك انت، شوف انت بقى مين صعوبه انخراطك في مهاره معينه، دي حاجه ترجع لك انت. فاهمين قصدي؟ علشان كده في الاوقات دي يا جماعه اول 8 ساعات انت بتشوف ايه المهارات او ايه الحاجات اللي انت عاوز تتعلمها ولكن محتاجه طاقه عاليه جدا، دي تعملها بقى في اول 8 ساعات من اليوم. تمام؟ النص الثاني لا، تعمل فيها حاجات اللي هي محتاجه ليمبك فريكشن اقل، فانت يعتبر استغليت الليمبك فريكشن في الاوقات المثاليه طبقا للهرمونات بتاعت الجسم، في نفس الوقت انت عملت براكت للتاسك، صح كده؟ واخد بالك؟ انت بتضرب عصفورين بحجر، لما انت خلاص كل يوم متعود ان بالليل مثلا بلعب جيتار، بتعلم مثلا عزف على البيانو، بتعلم شطرنج، اي حاجه، فانت عملت لها براكت، صح كده؟ في نفس الوقت انت حطيتها في مكانها الكويس. اتفقنا؟ تمام جدا. طيب حلو جدا، كل اللي بتعمله ده مش هيبقى ليه اي قيمه ولا هيبقى ليه اي لازمه لو فيز 3 ما كانش فيها نوم ذو جوده، ديب كواليتي سليب. ليه بقى؟ لأن اللي احنا بنقوله ده احنا بنعمل حاجة اسمها ريواير للدماغ بتاعك، يعني بنخلي الأسلاك بتاع دماغك تتغير، بنغير الأسلاك إنها تتبرمج على عادات جديدة. فلو أنت ما نمتش كويس ده كله مش هيحصل حاجة. يعني هتصحى تاني يوم العادة دي ولا مش طايق تعملها، ولا في بالك إنك تعمل العادة أصلا، ولا العادة دي حتى مش ما بقتش جزء ولا حاسس إنها جزء من يومك، ما عندكش حتى الطاقة إنك تعملها. ليه؟ لأن نومك بايظ. فيز 3 دي تعتبر اهم من اللي فات كلهم. ليه؟ لان دي المجهود كله اللي انت عملته في فيز 1 وفيز 2 مش هيبقى ليه لازمه لو فيز 3 ما كانش فيها نوم كويس، ما حضرتلهاش كويس، ما بداتش. يعني لازم طبعا تقطع الكافيين، تقطع القهوه والشاي واي حاجه فيها كافيين في فيز 2 او في اواخر فيز 2 وفي بدايه فيز 3. تمام يا جماعه؟ فيز 3 خلاص اللي هو انت يعني الساعات اللي هي داخل فيها على النوم، يعني الكام ساعه، لازم قبل النوم بساعه او باتنين
تقلل كل الانوار والاضاءه بتاعت الاوضه. لازم وانت نايم الاضاءه ما يكونش فيه اي مصدر اضاءه في الغرفه بتاعتك. لازم تنام في اوضه ضلمه كحله ملهاش حل علشان تدخل في الديب سليب. لازم درجه الحراره تكون منخفضه شويه بتاعت الاوضه. مش هقول لك طبعا ايه شغل التكييف ولا حاجه، ولكن لما درجه الحراره بتكون منخفضه اقل درجتين ثلاثه من الدرجه الطبيعيه، انت بيساعدك ده تدخل في الديب سليب. لازم قبل ما تنام بساعه او اتنين ما تكونش في اي تعرض للشاشات، سواء شاشه تلفزيون، شاشه موبايل، شاشه كمبيوتر، اي شاشات مختلفه. تمام؟ ده كله عشان تدخل في الديب سليب، النوم العميق. لو في مكملات بتاخدها خدها، يعني حاجه بتساعدك على النوم زي المغنيسيوم جلايسنيت، زي الاشواجندا، ده كله يتاخد في الفيز في الفيز 2 في 3 برضه. يعني ممكن من فيز 2 تبدا تحضر لها مثلا انك تبدا تشرب مشروبات بتهدي الجسم زي البابونج مثلا، او زي في مشروب كده اسمه كالم او اسمه هادئ، وفي مشروب اسمه سليب كده، في شركه كده بس مش فاكر اسمها يا جماعه ايه، بتعمل مشروبات كده بتساعد على النوم. بشوفها كده في الماركت بجيب منها بصراحه. في مشروب كده اسمه اسمه نوم، او اسمه نوم عميق او حاجه زي كده. المشروب ده بشربه في فيس 2، اللي هو يعني من الفتره اللي هي من بعد العصر كده، من بعد المغرب لحد مثلا الساعه 10، دي فيس 2 مثلا يعني. تمام؟ فاهمين قصدي؟ فالفتره دي انت بتبدا تجهز لها. كمان في فيز 2 الفتره الثانيه دي حاول تعمل حاجات تقلل من مستويات الكورتيزون وتهديك. يعني مثلا حاجات زي مثلا المديتيشن، التامل، حاجات مثلا زي ان انت تعمل تمارين التنفس العميق، الديب بريذنج اكسرسايزز. تمام؟ ممكن تبدا تتدرب عليها. حاجات زي انك مثلا تعمل تصلي قيام الليل. تمام؟ يعني كل دي حاجات تحت نفس الطائله ان انت بتهدي جسمك. ده كله تعمله في فيز 2 تجهيزا لفيز 3. فاهمين قصدي؟ انك مثلا تحاول ما تاكلش في فيز 3، يعني على الاقل مثلا 90 دقيقه او ساعتين قبل النوم، عشان جسمك ما يكونش منشغل في ان هو يهضم الاكل وما تعرفش تدخل في الديب سليب. تمام؟ وبالتالي فيز 3 انت لازم تجهز لها كويس جدا جدا، علشان في الفيز دي بيحصل حاجه اسمها نيورو بلاستيسيتي. يعني الخلايا العصبيه بتاعه المخ بتاعتك بتبدا تتكيف على كل اللي انت عملته، سواء اتعلمت حاجه، بنيت عاده، ذاكرت معلومه. كل ده علشان يبدا يتبرمج في دماغك ويبقى جزء من المخ بتاعك، لازم يكون في نوم عميق علشان ده كله يتخمر في دماغك. في فيز 3 مهم جدا جدا ان انت تهتم بيها، وان انت تركز ان لو فيز 3 باظت كل اللي عملته ده هيبقى ملوش لازمه. العادات تلاقيها مش عارف تبني عاده ليه؟ نومك بايظ. هتقول ايه العلاقه؟ اهو انت فهمت الفكره، بسبب حاجه اسمها نيورو بلاستيسيتي، يعني الخلايا بتاعت مخك بتتكيف على هذه العاده، وده كله بيحصل اثناء فيز 3. تمام؟ خلي بالك من المره المليون، انا كل الكلام اللي انا بتكلم عنه هو كلام علمي بحت. يعني ازاي بتخلي المخ بتاعك يتبرمج، الخلايا العصبيه بتاعتك تتبرمج على العاده الجديده اللي انت عاوز تبنيها. فلو انت عملت كل اللي بقول عليه ده في فيز 1 وفيز 2 وكانت فيز 3 للاسف بايظه، والله الكلام اللي اقوله ده ما هيبقى ليه لازمه. والله العظيم يا جماعه. تمام؟ يعني الخلايا العصبيه بتاعتك مش هتعرف تتكيف على العاده، مش هتعرف تتدرب عليها. تمام؟ يعني مش هيكون في وقت، او مش هيكون في، اقصد يعني بروسيسنج، اللي هو عمليه معالجه لما يتم في فيز 1 وفيز 2. لو فيز 3 كانت بايظه، ما كانش فيه نوم كويس، ما كانش فيه نوم عميق. تمام؟ المعلومه اللي بتحفظها، العاده اللي بتكونها، الحاجه اللي انت بتحاول، فاهم؟ كل ده هيبوظ لو كانت فيز 3 بايظه. فما تجيش تلومني بعد كده وتقول لا، انا بقول لك كلام علمي دقيق الحمد لله يعني، ويتطلب ان انت يعني تعمله بالشكل اللي انا بقول عليه. يعني مثلا ما تقعدش تعمل بقول عليه في فيز 1 وفيز 2 تلاقي نومك بايظ في الاخر وتيجي تعاتبني بعدين. اتفقنا؟ حد يقول لي طيب يا اسلام، انت كده بتقول ان مثلا ان في عادات معينه بعملها في وقت معين، يعني مثلا في فيز 1 مثلا، هل في يوم من الايام مثلا عادي مثلا اغير الوقت بتاع العاده؟ يعني مثلا كنت متعود ليا سنين مثلا اروح الجيم مثلا في فيز 2، يعني بعد المغرب مثلا. هل لو انا مثلا حبيت انقلها لفيز 1 او العكس، هل ده عادي يعني، ولا كده العاده هتبوظ؟ هقول لك لا، ده بالعكس، دي حاجه هتخلي العاده عندك اقوى، وتخلي العاده عندك يعني زي ما قلنا من شويه كونتكست اندبندنت، يعني مش معتمده على السياق، يعني مش معتمده على الزمان والمكان. ده هي بقت عاده محفوره في البروسيجرال ميموري، اللي هو قلنا الذاكره الاجرائيه، اللي هو انت عارف خلاص الاجراءات، وبقت بالنسبه لك حاجه مش محتاجه مجهود انك تقوم تعملها. فهو عادي جدا لو انت اتعلمت عاده معينه وغيرت وقتها، مش حرام ولا الدنيا هتبوظ ولا حاجه. تمام؟ لا خالص، ده هي عباره عن زي اشارات عصبيه، زي كده سكريبت مكتوب. مثلا السكريبت ده كان مكتوب في مجموعه من الخلايا العصبيه في الهيبوكامبس عندك، مع الوقت خلاص هو اتحفر، والاشارات دي انتقلت من الهيبوكامبس لحد القشره الدماغيه بتاعتك. فالقشره الدماغيه هتقدر تاكسكيوت، او تقدر انها تنفذ او تعمل ده في اي وقت تقدره. خلاص اي وقت تعرف تعمله خلاص، لان هي بقت عاده. غسيل الاسنان مثلا زي كده، لما تيجي تعمل
وصفه معينه، وجبه، انت هتعمل وجبه معينه، انت عارف ان الوجبه دي عباره عن ايه، عباره عن مثلا عن بيض ودقيق وسمنه مش عارف، فاهمين؟ فهي خلاص البروسيجر نفسها انت خلاص بقت محفوره في دماغك، فانت تعملها بقى الصبح تعملها بالليل، ما هيكونش بقى او مش هيكون محتاج يعني اي ليمبك فريكشن عشان تقوم وتبذل الطاقه في هذه المهمه المعينه، لانها اتحفرت في دماغك. بس الكلام ده محتاج طبعا مجهود في الاول عشان تحفره من الاصل زي ما احنا بنتكلم، فاهمين قصدي؟ فعادي خالص لو انت بعد فتره كبيره من بناء عاده معينه انت غيرت الوقت بتاعها، مفيش اي مشاكل، ده بالعكس، ده هي انت كده بتحول العاده من انها كونتكست ديبندنت يعني معتمده على سياق معين، على وقت ومكان معين، على انها عاده بتعملها في اي وقت في اي زمان في اي مكان من غير اي مجهود من غير اي طاقه مبذوله، فمفيش اي مشاكل خالص يعني. تمام؟ طيب الحاجه التانية او الحاجه اللي هنتكلم عنها دلوقتي حاجه مهمه جدا جدا، انت خلاص يعني احنا ماشيين بالتسلسل على فكره، انت خلاص عرفت ازاي تدخل في العاده، بنيت العاده، خلاص العاده دي اتحفرت في دماغك، عرفنا ازاي نثبتها، كل الكلام ده كويس. تمام؟ احنا كده يعتبر ماشيين خطوه خطوه مع بعض. العاده دي انت ممكن تستمر فيها يوم يومين اسبوع اسبوعين، بعد كده تنقطع ما تعملهاش تاني، صح كده؟ وممكن بعض العادات تلاقيها انا يا عم ده انا هعملها مره، ده انا هشرب لي سجاره، وده بالمناسبه هيفتح لنا سكه ازاي نقطع العادات السلبيه. تمام؟ سجاير، اباحيه بقى، اي حاجه بقى، خلاص انتوا عارفين الاسطوانه دي. تمام؟ لان احنا حتى الان ما اتكلمناش عن ازاي نقطع العادات السلبيه اصلا. تمام؟ الحاجه اللي هنتكلم عنها دلوقتي هي حاجه مهمه جدا جدا في علم النفس وعلم الاعصاب، بتسمى بالريورد بريدكشن ايرور. يعني ايه ريورد بريدكشن ايرور؟ يعني باللغه العربيه خطا التنبؤ بالمكافاه. وركز معايا جدا جدا في الكلام الجاي ده، ارجوك والله يا جماعه، الناس اللي قفلت الفيديو من نص الفيديو ولا قفلت الفيديو من اوله يعني فاتها علم كثير والله العظيم يعني، وفاتها معلومات جمه يعني. تمام؟ يعني ايه ريورد بريدكشن ايرور او خطا التنبؤ بالمكافاه؟ خطا التنبؤ بالمكافاه ممكن نختصره ب RPE ريورد بريدكشن ايرور، وده ليه معادله. الريورد بريدكشن ايرور بيساوي actual reward minus expected reward، او المكافأة الفعلية ناقص المكافأة المتوقعة. يا اسلام انا حاسك انك بتقول كلام صعب. لا لا مش صعب خالص، ركز معايا، بص يا عم اهو ههزفها لك خالص، وركز معايا، الكلام اللي هقول لك هتلاقيها سهله جدا. تمام؟ بس لو فهمتها هتفهم ليه في بعض العادات مش بنستمر فيها، وليه في بعض العادات ما بنكونش اصلا عاوزين نبنيها. يا عم ده سجاره هشوفها، يا عم ده هجرب مره مش عارف الافلام الاباحيه، ما هو كله بيشوف، وتلاقي نفسك انخرطت في الموضوع ومش عارف تخلص منه. فاهمين قصدي؟ وليه في بعض العادات تستمر عليها شويه وتنقطع؟ لان دي حاجه بيسموها ريورد بريدكشن ايرور. الريورد بريدكشن ايرور ببساطه، هديك مثال بسيط خالص. تخيل كده في اطفال، تمام، وقلت لهم النهارده هنروح مثلا الاكوا بارك مثلا، وهناكل ايس كريم بقى وهنتفسح. ايه اللي حصل؟ الاطفال هي فرحوا جدا، صح كده؟ ايه اللي حصل؟ مخهم بدا يفرز كميه دوبامين عاليه، ده في اكوا بارك بقى وهنتفسح وناكل ايس كريم بقى ومش عارف وهنخرج، فاهمين؟ فاهمين؟ ايه اللي حصل؟ في مكافأة خرجت، او في دوبامين، احساس بالمكافأة خرج كنوع اكسبكتد، متوقع انه هيحصل. فاهمين قصدي؟ تمام. طب تخيل راحوا، يعني الاطفال دي راحت، رحنا الاكوا بارك وكلوا ايس كريم وبتاع، والامور كانت حلوه جدا جدا جدا. ده مش بس كده، ده لقيوا كمان بهلوان ومهرج عمل لهم العاب، ولقيوا حاجات زياده عن اللي انا كنت قايلها لهم. فراح لما راحوا هناك كميه الدوبامين اللي طلعت كانت اكتر بكتير من كميه الدوبامين اللي طلعت لما كانوا تخيلوا الموقف في البدايه. ليه؟ لما راحوا الموقف نفسه، لما راحوا عند الفسحه اللي انا كنت عاملها لهم دي، لقيوا حاجات اكتر وحاجات احلى، ولقيوا ايس كريم احلى، ولقيوا واكلناهم بقى بيتزا بقى، ورحنا بقى السينما وكانت دنيا، فاهمين؟ اللي حصل ايه بقى؟ ان كميه الدوبامين الاكتشوال اللي هي الواقعيه او الفعليه، اشغل لكم المعادله، هي الاكتشوال ريورد كانت اكبر بكتير من الاكسبكتد ريورد. تعالوا نحط مع بعض ارقام وهميه. تخيل ان الاطفال دلوقتي كانوا متخيلين مثلا ان المتعه اللي طلعت مثلا كانت كميتها مثلا 10، فالاكسبكتد ريورد اللي هي متوقعه 10. لما راحوا بقى الاكوا بارك بقى ولقوا حاجات اكتر بكتير من اللي لقيوها، فده نقدر نقول ان هم طلعوا كميه دوبامين مثلا 30 40. فالار بي اي بيساوي كام؟ الاكشوال ريورد الواقعيه كانت 40 وهم كانوا متوقعين 10. فالريورد بريدكشن ايرور
كان بالموجب بنقول عليه خطأ إيجابي. يعني إيه اللي أنت بتقوله ده يا إسلام؟ ثواني بس معلش، الكلام ممكن يكون sophisticated أو معقد شوية، بس هتلاقي الكلام سهل دلوقتي. إيه اللي حصل لما كان الreward prediction error كان إيجابي؟ اللي حصل إن الأطفال دي هتلاقيهم كل يوم واكلين دماغك عشان عاوزين يروحوا تاني. ليه بقى؟ عشان الأكتشوال ريورد كانت أكبر بكتير من الإكسبكتد ريورد. فاهمين قصدي؟ ففهمتوا فهمتوا إيه اللي أنا بقوله؟ ما هم لما راحوا لقوا حاجات حلوه جدا جدا ومخهم ايه ده، الله ده في لعب واغاني ورقص وزمر، فاهمين؟ فعقلهم طلع كميه دوبامين كتيره. طب ما تيجي ناخد نفس ده اسمه خطأ ايجابي. يعني حصل ان كميه الدوبامين كانت احلى بالايجاب اللي هي الواقعيه الاكتشوال. تمام. طب ما تيجي ناخد مثال تاني. يا عم هشوف مثلا يا عم سيبك من الاباحي، هشرب لي سيجاره. ايه عندها سيجاره يا عم؟ it's just a cigarette and it cannot be that bad. صح كده؟ يعني ده سيجاره يعني مش حاجه يعني. تيجي تشربها، ايه ده، الله شويه دوبامين على شويه نيكوتين كده روقوا مزاجك، على حسيت ان الانكزايتي والقلق عندك قل. فبالتالي الاكشوال ريورد اللي هو المكافاه الحقيقيه من السيجاره كانت اعلى بكتير من الاكسبكتد ريورد. يعني النتيجه كان فيه رقم موجب. يعني كانت السيجاره عطتك دوبامين مثلا بكميه 100، انت متوقع انها تديك دوبامين بكميه 10، وبالتالي الار بي اي كان 100 ناقص 10 يساوي 90. صح كده؟ ده معناه ان المتعه الحقيقيه اللي حصلت عليها من الحاجه دي كانت اعلى بكتير من المتعه المتوقعه قبل ما تعملها. فايه اللي حصل؟ عقلك لما لقي ان المتعه الحقيقيه اعلى بكتير من المتوقعه، لا 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 لا، دي حاجه جامده جدا، حاول تحصل عليها يلا. فاهمين قصدي؟ ايه الجمدان ده؟ فاهمين؟ انا عايز اشرب سجاير تاني، ده انا عاوز اجرب تاني. نفس الفكره بتاعت الاطفال. فاهمين قصدي؟ نفس الفكره مع الادمان. يا عم طب ما تيجي نجرب الكوكين، ما تيجي نجرب مش عارف فاهم، ما تيجي نجرب بدون ذكر اسماء يعني. تمام. ما تيجي نجرب الحاجات دي. فاهم يا عم؟ هتعمل حاجه، ده سجاره ده فاهم ليه بقى؟ الاكسبكتد ريورد بيكون اقل بكتير من الاكشوال الواقعي. فلما تنخرط في الحاجه دي عقلك هيلاقي ان الاكشوال ريورد عالي جدا جدا، فيسمى بالخطا الايجابي. حد يقول لي طب هل في اسلام في حاجه الاكشوال ريورد بيساوي الاكسبكتد ريورد؟ غالبا دي حاجات قليله قوي او ما بتحصلش او حاجات عاديه يعني. تمام. طيب تعالى ناخد العكس. يعني ايه العكس؟ انا قلت للاطفال مثلا ده تعالوا يا اولاد النهارده هوديكم مكان حلو جدا فيه العاب وفيه ايس كريم وفيه مش عارف، نفس القصه. رحنا لقيناه قافل. هل الاطفال تاني يوم هيزنوا عليك؟ غالبا لا، هينسوا. صح كده؟ ليه؟ لاني لما راحوا الاكشوال ريورد لقوا المكان قافل. هل حصلوا على الدوبامين اصلا؟ لا حصلوا على احباط. فالاكشوال ريورد المكافاه الحقيقيه كانت قليله جدا، كانت 5، كانت 0، كأي رقم. طب امال الاكسبكتد كان متوقع 10 مثلا، متعه بنسبه 10، متعه بنسبه 20. فلما تيجي تطرحهم من بعض 5 ناقص 10 تلاقيها -5 -10 سالب مليون. فالريورد بريدكشن ايرور او معدل الخطا في المكافاه كان بالسلب. فوقتها عقلهم مش هيفكر في الحاجه دي تاني. يا عم القرف ده فكك، مش هيجي على بالهم اصلا انهم يروحوا المكان ده تاني. تمام. طب تخيل نفس القصه، يا عم ده انا هجرب سيجاره، جيت تجرب السيجاره يا عم طعمها وحش مقرفه، هل بالله عليك هتروح تشربها تاني؟ لا. طب ما حسيتش اصلا ما تكيفتش، ما عرفتش تسحب مثلا الدخانه، قعدت تكح طول اليوم. تمام. وقتها الريورد بريدكشن ايرور كان بكام؟ كان بالسالب. فعقلك مش هيفكر ان هو يقرب من الحاجه دي تاني. فاهمين الفكره؟ وبالتالي مخك مع الوقت طالما حصل نيجاتيف ار بي اي، يعني النتيجه كانت بالسالب. يعني ايه النتيجه بالسالب؟ يعني الاكشوال ريورد اللي هي المكافاه الفعليه من الحاجه دي كانت اقل من المكافاه اللي انت كنت متوقعها في الاول. عقلك مش هيستك او مش هيتعلق بالحاجه دي، ده هيكرهها، مش هيفكر فيها تاني. فاهمين قصدي؟ مثال تاني مثلا، انت مثلا بتلاقي مثلا مين ناس عمالين يتكلموا مثلا على السوشي مثلا، السوشي حاجه جامده كده وبتاع، وتلاقي مثلا البلوجرز مصورين السوشي وبتاع، انت ما جربتش السوشي قبل كده. تمام. فانت متوقع ان السوشي دي حاجه حلوه جدا جدا، فتبدا تحط اكسبكتيشنز او توقعات عاليه، فالاكسبكتد ريورد هتكون عاليه جدا جدا. صح كده؟ فانت تكون متوقع ان السوشي ده مثلا الاكسبكتد ريورد بتاعته ب 100. تيجي لما تيجي تاكل السوشي، ايه يا عم القرف ده؟ تمام. تيجي طب تحط عليه صوصات، تيجي مثلا تحط مثلا وسابي عليه، تلاقيه حراق وتفضل تعطس. ايه تمام، ايه القرف ده؟ تمام. طعمه وحش مزفر وحراق وسابي. طبعا انا بحب السوشي عادي، انا مش منتقده يعني. تمام. فتلاقي ان الاكشوال ريورد قليله 5 او تمام اقل من الاكسبكتد. فالنتيجه 5 ناقص 10 تلاقيها بالسالب 5. فالار بي اي بالنيجاتيف، فانت مش هتفكر تاكل سوشي تاني. ايه اللي خلينا نروح؟ فاهمين الفكره؟ فالار بي اي كانت بالسالب، فانت هتبتعد عن هذه الفكره. فهمتوا ايه الار بي اي؟ طيب ايه علاقه ده بالهابتس؟ لا ده علاقه مهمه جدا جدا.
طيب احنا فهمنا اسلام ايه علاقه ده بقى بالهابتس؟ تعالى بقى نفهم ازاي نربط الار بي اي بالعادات اللي احنا بنعملها. تمام ركز معايا كويس جدا في الكلام ده. الحل هو انك تضحك على نفسك، مش تضحك على نفسك قوي يعني، او لا هتفهم قصدي دلوقتي، بس ركز معايا. الحل هو ان احنا ننظر للامر او للعاده اللي احنا عاوزين نعملها ككل. فاكر التاسك براكتنج اللي قلت لك عليها من شويه؟ يعني ايه ننظر لها ككل؟ يعني مثلا انا دلوقتي مثلا بحب مثلا الشطرنج ده، تمام؟ معلش الشطرنج هتلاقيني بدي امثله كتير على الشطرنج لان دي الحاجه بتاعتي زي ما قلت لك. انت قيس على الامثله اللي بقولها لك اي حاجه في حياتك، تمام؟ طيب انا مثلا بحب الشطرنج، تمام؟ فانا دلوقتي هروح بطوله شطرنج، هروح اجرب اول مره بطوله شطرنج. فانا دلوقتي الاكسبكتد ريورد او المكافاه المتوقعه ان انا هروح وهكسب وهاخد جايزه. فانا حاطط مكافاه متوقعه 100، رحت لقيت نفسي خسرت الجوله الاولى والثانيه وجبت مثلا نتيجه وحشه جدا. فالاكتشوال ريورد هلاقيها قليله جدا، هلاقيها مثلا 5، هلاقيها 2، هلاقيها 1. ما خدتش اكشوال ريورد. فبالتالي انا هكره الشطرنج، مش هكمل، مش هروح بطولات تاني، صح كده؟ طب بص كده، تعال نعيد نفس السيناريو بالظبط. انا رحت وخسرت برضه، بس انا هعيد نفس السيناريو بطريقه مختلفه. ايه رايك لو انا بصيت للموضوع على اساس من اوله لبدايته؟ يعني ايه؟ يعني انا الموضوع كله مش البطوله، مش النتيجه. الموضوع عباره عن ان انا ببص على الموضوع من البدايه. ان المتعه نفسها كانت ان انا ابدا اتعلم شطرنج واروح العب، اذاكر افتتاح معين، واروح اقابل ناس وانجيج مع الناس دي وناخد صوره ونهزر ونضحك وناكل ونسافر. اللعب ده جزء من العمليه. وبعد كده بعد ما نخلص بنسقف وناخد صورتين مع بعض وفاهمين، وبعد كده ايه اللي انا ببص له؟ ببص على العمليه كلها من اولها لاخرها. فاصبح النتيجه كانت جزء من العمليه كلها. فبالتالي اللي حصل ان انا كاني دمجت الاكسبكتد ريورد في الاكتشوال ريورد، بصيت على العمليه كلها. فبالتالي العمليه كلها اصبحت ككل ممتعه، ما اصبحش بس جزء واحد اللي هو حته النتيجه. مثال تاني، سيبك من الشطرنج خالص، ممكن الناس ما تكونش لسه وصل لها الموضوع. انا مثلا نفسي اروح الجيم من زمان، تمام؟ بشوف الناس وهم لابسين بقى لبس الجيم وبتاع وبيتصوروا، فاهمين؟ فانا نفسي اروح الجيم، حاطط اكسبكتد ريورد، حاطه عالي، نسبه عاليه، حاطط ان انا اروح الجيم دي حاجه جامده جدا، نسبتها 100. رحت الجيم يوم 2 3 اسبوع، اسبوعين 3، ما لقيتش اي حاجه، ما لقيتش اي تطور في العضلات بتاعتي، لقيت ان انا بالعكس جسمي مكسر مش قادر. طيب فايه اللي حصل؟ ان الاكشوال ريورد كانت قليله، كانت 10 والاكسبكتد كانت 100. فتلاقي ان الار بي اي 10 ناقص 100 سالب 90، تلاقي ان النتيجه بالسالب. فعقلك هيكره الجيم مع الوقت، صح؟ لا، انت ما تبصش لعاده الجيم على اساس انها عضله. فانت لو العضله ما حصلتش فانت ما هتكملش، صح كده؟ لا، ده انت تبص للموضوع ككل. يعني ايه؟ يعني انا لما مثلا انا ببص له من البدايه، انا لما بلبس مثلا مين التيشيرت بتاع الجيم مثلا، تمام؟ واخد لي صوره بيه، دي حاجه حلوه، وبعد كده انزل اتمشى، فانا بشغل العضله بتاعت قلبي، فالعضله بتاعت القلب لما تنقبض فده بيزود من الدوره الدمويه بتاعتي، ولما اروح الجيم هقابل ناس واتعرف على ناس، ولما اتعرف على ناس هستفيد منهم والاقي ناس حلوه وبتاع، فاهمين؟ نشارك وقتنا. ولما العب في جيم وبتاع فانا بعمل رياضه، فانا بحسن من قوه العظام وبحسن من قوه المفاصل وبحسن من الدوره الدمويه. وبعد ما ارجع من الجيم ده انا بوقتها بكون جعان، وانا عشان عاوز اتخن مثلا، عشان عاوز ابني عضلات لو انا رفيع مثلا، فانا هكون جعان، فانا هكون نهم ان انا عاوز اكل. فانا لما اكل اكل صحي فصحتي تبقى احسن. ايه ده انا بصيت للموضوع ككل. فانا حولت الاكتشوال ريورد، مش ما ربطتهاش بنتيجه معينه، ده انا بصيت للموضوع ككل على اساس ان انا بقيت شخص صحي. فالار بي اي اتحولت بالبوزيتيف. ليه؟ لان انا ما بصيتش بس على النتيجه اللي هي الاكشوال ريورد، ده انا حولت الاكشوال ريورد العمليه كلها اللي انا كنت عاوز اعملها من الاصل. ده انا بقيت شخص رياضي، الدوره الدمويه بتاعتي بقت شغاله، النفس بتاعي اتحسن، المفاصل بتاعتي بقت اقوى، النوم بتاعي اتحسن، لما بروح الجيم باكل ببقى تعبان وعايز اريح وانام، فالنوم بتاعي اتحسن. فانا بصيت للموضوع من وجهه نظر خارجيه، ده انا بقيت شخص صحي. وبالتالي ايه اللي حصل بقى؟ ان انا كده حولت العاده. فاكر في اول الفيديو خالص لما قلت لك ان العادات كانت بتنقسم الى immediate goal based habit و identity based habit، اللي هي عادات انا محتاج منها immediate goal، انا محتاج اروح الجيم دلوقتي عشان العضله تكبر، فانا حولت العاده من immediate goal، من عاده ذات هدف فوري، الى identity based، ده جزء من شخصيتي.
فاهمين الفكره؟ انا مش بالعب شطرنج مثلا يعني ماشي علشان انا مستني مثلا ابقى جراند ماستر بكره او جراند ماستر السنه الجايه، لا، انا بلعب شطرنج عشان انا بحب اللعبه دي، عشان انا بستمتع بكل لحظه بلعبها، بستمتع وانا بفكر في الافتتاح، بستمتع وانا بدور على تكتيك، ولو خسرت بتعلم من الغلط بتاعي، فانا استمتع حتى بالخساره. فاهمين الفكره؟ فانا ببص للموضوع ككل علشان قيمه الاكتشوال ريورد او القيمه المكافاه الفعليه تبقى عاليه، فما يكون فالار بي اي يتحول بالبوزيتيف، فانا افضل متعلق وحابب الهابت دي فتفضل مستمره معايا. فاهمين ايه الكلام اللي انا بقوله يا جماعه؟ يبقى الحل بتاع الموضوع ده انك تبص للموضوع ككل. يعني انا ببص للمذاكره ان انا بستمتع بكل لحظه في المذاكره، وانا بطلع الكتب بستمتع بريحه الكتاب القديم اللي انا بطلعه، بستمتع يعني فاهمين؟ حتى زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديو بتاع المذاكره، كنت عامل فيديو عن اسمه ازاي تحب المذاكره، تمام؟ كان الراجل بيقول ايه ومش فاكر الشعر بالظبط اللي كان بيقوله، ولكن كان فيما معناه يعني اللي هو ونقير او صرير اقلامي على اوراقها اشهى مش عارف من صوت اللي بتغني، ولا ثانيه اجيب لكم النص بالظبط اهو، معلش انا اسف، للامام الشافعي سهري لتنقيح العلوم. بص الراجل بيبص للمذاكره منذ البدايه، من الاول السهر عشان يحصل على العلم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. شوف ازاي هو بيبص للاكشوال ريورد منين، مش بس للنتيجه ان انا مستني بس الدرجه بتاعتي في الامتحان. وصرير اقلامي على الصفحات، صوت القلم بتاعي وهو بيكتب الراجل عمال يعلي في قيمه الاكشوال ريورد مش الاكسبكتد ريورد، لا، لو فضل يعلي في الاكسبكتد ريورد الاكشوال ريورد في الاخر هتطلع النتيجه بالسالب بتاعت الار بي اي، فهيكره العاده. صرير اقلامي على صفحاتها احلى من الدوكاء والعشاق، والذ من نقر الفتاه لدفها. يعني ايه الحاجه اللي احلى من نقر الفتاه للدف؟ نقري وانا بالقي الرمل عن اوراقي، عن الكتب بتاعتي وعن ايه ده؟ الراجل عمال يعلي في قيمه الاكشوال ريورد، فهيدمن المذاكره، هيدمن العلم. تمايلي طربا لحل عويصة، الراجل حابب وهو بيتمايل وهو بيفكر في العويصة اللي هي المسألة الصعبة يعني، وهو بيفكر فيها. تمايلي طربا لحل عويصة، بص كده في الدرس أشهى شهي، عمال يعلي من قيمة الريورد اللي بياخده الفعلي. تمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي. انتوا فاهمين ايه اللي انا عاوز اوصله يا جماعه؟ ان انت بتعلي قيمه الاكشوال ريورد منذ البدايه للنهايه، ما بتربطش الاكشوال ريورد بنتيجه معينه في الاخر تلاقي الموضوع ملوش لازمه. تعامل مع اي عدد، مع اي عدد عاوز اقول عاده وعايز اقول هابت فانا قلت عدد، تمام؟ تعامل مع اي عاده او اي هابت بهذه الطريقه واوعدك ان انت هتدمنها، تمام؟ طيب اسلم، انا دلوقتي فهمت كل اللي انت قلته وكلام جميل وكلام محترم وكل حاجه. ابدا ازاي يعني؟ اعمل ايه دلوقتي؟ هقول لك. عاوزك تجيب ورقه دلوقتي معايا، تمام؟ يعني ما تكسلش بقى، ما فيهاش حاجه دي، وتكتب 6 عادات انت عاوز تبداهم. يعني بص، ورقه وقلم كده وتكتب 6 عادات انت عاوز تبداهم، اكتبهم معايا، تمام؟ هكتب مثلا انا دلوقتي مثلا رقم 1 قراءه مثلا قراءه مثلا 5 صفحات باليوم، لو ده فرضا ان انت مش بتقرا من الاصل يعني، تمام؟ قراءه 5 صفحات. الحاجه الثانيه اللي انت تكتبها مثلا اي حاجه طبعا براحتك انت، فاهم قصدي؟ تكتب 6 عادات بالشكل ده، 5 6، انا بكتب معاك اهو، تمام؟ 6 عادات هتكتبهم بهذا الشكل، وتكتب 6 عادات بهذا الشكل. طيب ال6 عادات دول اشمعنى 6؟ معلش خليك معايا. ال6 عادات دول عاوزك تتدرب انك تعمل العادات دي طبعا بالنصايح والطرق اللي احنا اتكلمنا عنها طول الفيديو يعني، تمام؟ فعاوزك تبدا تعمل العادات دي لمده 21 يوم، تمام؟ انا بكتب معاك اهو لمده 21 يوم. يبقى دلوقتي عندنا 6 عادات، ال6 عادات دول هنشتغل عليهم كل يوم، يعني كل يوم انا هعمل ال6 عادات دول. ولكن خلي بالك ان الاكسبكتيشنز او التوقعات انك مش هتعمل ال6 عادات دول كلهم. يعني التوقعات انك هتعمل مثلا يعني 4 out of 6 مثلا، او 5 out of 6، 5 مثلا، او هتعمل 4 كل يوم، او ممكن 3، تمام؟ يعني التوقعات ان انت مش هتعملهم كلهم. يبقى اتفقنا؟ يبقى انت جبت ورقه كتبت دلوقتي 6 عادات مثلا انت عاوز تبداهم. العادات دي هتعملها لمده 21 يوم. حد يقول اشمعنى 21 يوم؟ ده الافريج اللي مكتوب في الكتب ان انت تمتلك فيه عاده او تقدر تبني فيه عاده، ده المتوسط، تمام؟ المفروض ان انت مش هتقدر تعملهم كلهم كل يوم، عادي جدا لو انت عملتهم طبعا يعني، تمام جدا يعني. لكن اللي عاوز اقوله لك ان انت لو جيت في يوم مثلا ما عملتش غير 2 او ما عملتش غير 3، عادي جدا.
يعني ما تجيش تلوم نفسك وتقول بكره مثلا هعمل 8، لا ما تعملش كده. كمل عادي خالص اليوم اللي بعده، كمل عادي خالص، ما عادش غير واحده النهارده، كمل عادي خالص. المهم ان انا عاوزك تجيب 6 عادات وتشتغل عليهم كل يوم، تمام؟ وممكن ال6 دول لو انت مثلا هتعمل 4 منهم او هتعمل 5، يعني حاول تشافل ما بينهم اثناء ال 21. يعني ايه؟ يعني مثلا النهارده هعمل رقم 1 و2 و5 و6، سبت 4. بكره هعمل 1 و2 و3 و4، هسيب 5 و6. بعده هعمل 2 و3 و4 و6. فاهمين قصدي؟ يعني مش لازم تقعد تعملهم الستة ستة كل يوم، لا ممكن تفضل تبدل بينهم، تغير ما بينهم. فاهمين قصدي؟ طيب انا استفدت ايه من كده؟ اللي استفدته ان انت بتبني عادة انك تقدر تبني عادة. مش الهدف خالص انك تبني العادات دي دلوقتي. يعني اول 21 يوم انت كده الاول اللي انت بتعمله ده دلوقتي، ان انت بتعمل حاجه مهمه جدا، بتبني عاده ان انا اقدر ابني عاده. تمام؟ طيب بعد ال 21 يوم اعمل ايه؟ بعد ال 21 يوم دول، بعد ما انت عملت كل الحاجات اللي احنا قلناها طبعا في الفيديو، تقعد كده مع نفسك قعده محترمه وتشوف مين في العادات دول اللي بقى خلاص بقى امبيدد، او يعني بقى بيتعمل اوتوماتيك كده عندك، بقى يتعمل خلاص يعني كده زي غسيل الاسنان. يعني مثلا اظن حضراتكم معظمكم بيغسل اسنانه كل يوم من غير ما يفكر، من غير ما يعتبر اصلا ان دي عاده، من غير ما يحط على نفسه عبء ان انا هقوم اغسل اسناني ودي حاجه مهمه. لا، هي بقت حاجه اوتوماتيك كده في اليوم. انا اكلت اهو اغسل، فاهم؟ لسه صحيت من النوم اغسل سناني، تمام؟ بمشي كده، فاهمين؟ خلاص بقت عاده. فاهمين قصدي؟ وبالتالي انا عاوز ال 21 عاده دول بعد ال 21 يوم هتلاقي منهم عاده او 2، او ممكن ما تلاقيش خالص، عادي خالص لو انت عملت مشاكل يا تمام. المهم ان شاء الله هتلاقي منهم عاده او 2 او 3 بقوا خلاص جزء كده اساسي من يومك، جزء كده من غير ما تفكر، من غير ما تحتاج اي ليمبك فريكشن، من غير ما تحتاج اي طاقه انك تقوم تعمله، انت بتعمله كده بكل سهوله ويسر. فاهمين قصدي؟ بقى جزء من حياتك خلاص. طيب هعمل ايه كده؟ ما تعملش عادات جديده، لا، بعد تمسك بعد كده العادات اللي هي ما بقتش جزء مهم وتركز عليها اكتر، دي اللي تشتغل عليها. يعني يتبقى مثلا 3، يتبقى 4، يتبقى 2، وهكذا. طب ال 21 يوم اللي بعدهم عادات جديده؟ لا، تستمر على هذا المنوال على الاقل 6 شهور. يعني تمسك عادات جديده لمده 6 شهور تبنيها. انا كل يوم مثلا هتعلم نص ساعه لغات، كل يوم مثلا هقرا 5 كتب، فاهمين؟ كل يوم مثلا هتمرن لمده ساعه، تمام؟ لمده 6 شهور، لحد ما ده يبقى جزء من حياتك، ده يبقى الايدنتيتي بتاعتك، ده يبقى جزء من شخصيتك انت، مش مجرد حاجه دخيله عليك انت بتحاول تعملها بقى وبتتعب علشان تعملها. تمام؟ يبقى ده السيستم او البروتوكول اللي احنا ممكن نمشي بيه. طيب احنا طول الفيديو اللي يعني او طول الفيديو عمالين نتكلم عن ازاي نبني عاده جديده، صح كده؟ طب ازاي نكسر عادات احنا مش حابينها، عادات سيئه، عادات قد تكون مضره لصحتنا، عادات حرام، عادات يعني بتاذي فاهمين؟ عاوزين نبطل عادات معينه. ازاي نكسر العادات دي؟ فاكر لما حكيت لك من شويه عن ان لما انت بتبدا تتخيل حاجه او تتخيل البروسيس بتاعت عاده معينه انت بتحاول تعملها، فده بيعمل حاجه اسمها لونج تيرم بوتنشيشن في الخلايا العصبيه وبيزود من المستقبل كده، قلت عليه اسمه نمدا ريسبتور. فكك من الكلام ده لو مش فاكره، عادي خالص، او مش فاهمه. ولكن انت تقدر تعمل العكس، حاجه بيقولوا عليها لونج تيرم ديبريشن. وهنا كلمه ديبريشن مش معناها الديبريشن اللي هو الاكتئاب، لا، كلمه ديبريشن في اللغه ليها 3 معاني. يعني في الانجليش المعنى الاول اللي هو الاكتئاب النفسي، السيكولوجي. المعنى الثاني معناها هبوط او نزول، تمام؟ يعني ديبريشن مثلا معناها هبوط. المعنى الثالث معناها كساد في السياسه يعني او في الاقتصاد، تمام؟ معناها كساد اقتصادي، تمام؟ المهم يعني معناها هبوط او قله. يعني لو مثلا بون مارو ديبريشن، يعني الخلايا بتاعت النخاع العظام حصل فيها هبوط او قلت يعني، تمام؟ فمش معناها طبعا اكتئاب يعني. المهم الخلاصه اللي عاوز اقولها ان انت تقدر تعمل العكس. يعني ايه العكس؟ يعني تقدر زي ما انت كنت بتبني عاده، تقدر الخلايا العصبيه اللي هي بتربط ما بين الجهاز اللي هو الليمبك سيستم وما بين القشره الدماغيه بتاعتك تقلل او تبطئ او تقطع حتى خالص الاتصالات العصبيه اللي هي ما بين غريزه معينه او حاجه معينه انت مش عاوز تعملها وما بين الفعل نفسه اللي هو القشره الدماغيه زي ما احنا شرحنا بدري. طيب ازاي نعمل كده؟ الحل بقى هو انك يعني عشان تقطع عاده معينه برضه محتاجه نفس الوقت 21 يوم. يعني ممكن تطبق ان انت عاوز الطريقه اللي احنا لسه قايلينها 6 عادات مثلا او 5 عادات او 4 عادات عاوز تبطلهم، تعمل نفس الطريقه اللي احنا قلنا عليها. هو عشان تقطع الاتصالات العصبيه اللي احنا كنا بنتكلم عنها بحاجه من 2، يا انك تكافئ نفسك على عدم فعل العاده دي
يعني مثلًا بدل السيجارة مثلًا أنا ما شربتش سجاير النهارده، أو مثلًا بدل ما كنت باشرب 5 شربت واحدة، فأنا هاكافئ نفسي بأي شكل من الأشكال بأي عادة تانية، بس أكيد تكون عادة كويسة يعني، مش أبدِّل العادة الص ال الوحشة بعادة وحشة، تمام؟ فأنا لأ، أنا باستبدل عادة بعادة، ودي أكتر طريقة فعّالة أنت ممكن تعملها. يعني مثلًا أنا مثلًا في الوقت ده باعمل عادة معيّنة، لأ أنا هاستبدل العادة دي يعني حتى مثلًا مثال دلوقتي في حاجة اسمها نيكوتين gums، يعني بتتباع في الصيدليات، بيكون فيها نيكوتين تقدر تمضغها كده. لو أنت مثلًا جات لك اللي هو أنت عاوز تشرب سيجارة يعني، فاهم الفكرة؟ إن هو بتبدأ تمضغ، بتدّيك يعني كمية نيكوتين بدون الأضرار الكتيرة بتاعة السجاير، كفترة transition أو مؤقتة لحد ما تبطّل سجاير يعني، فأنت بتحاول تستبدل عادة بعادة، ودي أكتر طريقة مُثبتة علميًا إنها فعلًا بتقدر تكسر بيها العادات السيئة. أو الطريقة التانية إنك تعاقب نفسك بشكل من الأشكال على أي عادة سيئة أنت بتعملها، ومش معناها تعاقب نفسك إن أنت تضرب نفسك أكيد يعني، إحنا سنيين يعني الحمد لله يعني كلنا ماشي، ولكن بمعنى إن أنت تعمل مثلًا أي حاجة يعني كنوع من العقاب النفسي إنك ما تعملش الحاجة دي تاني. يعني مثلًا كنت أتذكر إن كان في حد كان منزّل قبل كده من ضمن طرق تقريبًا اللي هو ترك العادة السرية أو الأفلام الإباحية أو حاجات ما شابه يعني، هو إنك في كل مرة تعمل حاجة زي كده تتبرّع أو تتصدّق. هو ده مش عقاب على قد ما هو إن أنت يعني بتعمل زي حاجة نفسية كده لنفسك، اللي هو لأ خلاص أنا فلوسي عمّالة تخلص تمام، أنا كل مرة هاتصدّق وكل مرة تعمل الحاجة دي تروح تتصدّق بكمية أكبر، تتصدّق في نفس الوقت أنت يعني فاهمين الفكرة؟ كان حد برضه يعني اتكلّم عن حاجة زي كده قبل كده أتذكّر يعني، ولكن ده المغزى أو دي الفكرة يعني، مش شرط حاجة زي كده يعني. وكمان في مقولة بتقول إيه what's measured is managed، حاجة زي كده، اللي هو ما يتم قياسه يتم التحكم فيه أو حاجة زي كده. بمعنى إن أنت دايمًا لو في عادة معيّنة حابب تتحكم فيها، مثلًا السوشيال ميديا مثلًا، إن أنت عاوز تقلل استهلاكك للسوشيال ميديا، فدايمًا يكون معاك ورقة وقلم إن أنت بتmanage الحاجة ديّة، إن أنت بتستخدم حاجة إنك بتقيس أنا عملت الحاجة دي كام مرّة، علشان عقلك لمّا يعني بيكون واعي للفعل المعيّن اللي أنت عاوز تبطّله، بيقدر يبطّله أسرع من إن أنت تسيب نفسك كده وخلاص، فاهمين قصدي؟ وبالمناسبة إحنا ممكن إن شاء الله نبقى نعمل فيديو كامل عن موضوع العادة السرية والإباحية، لأنه هو اتطلب منّي كتير قبل كده. ولكن ده باختصار طريقة إنّك تكسر أي عادة سيئة عندك، هو إن أنت دايمًا تكافئ نفسك على عدم فعلها، أو لو أنت عملت العادة المعيّنة ديّة تحاول تعاقب نفسك بشكل من الأشكال. أنت مثلًا تقفل الفون مثلًا لمدة ساعة مثلًا، تمام، ده نوع من العقاب لو أنت مثلًا عاوز تبطّل السوشيال ميديا ولقيت نفسك اتسحلت وأنت بتذاكر، فدايمًا لمّا تيجي تتسحل اقفل الفون لمدة ساعتين، ادّيه لوالدتك مثلًا، حمّل برنامج digital detox مثلًا، فأي نوع من العقاب أنت تعرف إيه العادة ديّة وعاقب نفسك بأي شكل من الأشكال، فاهمين قصدي؟ طيب الحاجة اللي بعدها علشان تبطّل عادة معيّنة، اتكلمنا في بداية الفيديو عن حاجة اسمها linchpin habit، صح كده؟ اللي هو العادات اللي هي المسمار اللي أنتم شفتوه في العجلة ده، مش كده؟ قُلنا دي عادات أنت بتعملها كده كل يوم، يعني مثلًا كل يوم مثلًا معلش زهقت من المثال ده بس باغسل أسناني مثلًا، عادي كلنا بنغسل أسناننا، صح كده؟ فهي دي حاجة مش محتاجة مجهود ولا محتاجة تفكير ولا محتاجة، هي خلاص بقت جزء من شخصيتك، صح كده؟ linchpin habit بيقول لك إن دايمًا لو أنت عاوز تبني عادة جديدة، لو العادة دي كويسة علشان تسهّل بناء العادة ديّة، فأنت بتلزقها في linchpin habit. يعني إيه؟ يعني مثلًا باغسل أسناني كل يوم، عاوز كمان كل يوم لمّا أصحى ألعب 10 ضغط، عادة جديدة عاوز أتعلمها، ألعب 10 عُقلة مثلًا، تمام؟ فأنا هاتدرّب على حاجة ذكية شوية، إن أنا هالزق العادة الجديدة دي في الlinchpin habit، فاهمين قصدي؟ يعني كل يوم بعد ما أغسل أسناني هالعب 10 ضغط، كل يوم بعد ما أغسل أسناني هالعب 10 ضغط، وقتها هيكون بناء العادة الجديدة دي أسهل، فاهمين الفكرة؟ فهمتوا إيه المنطق؟ والعكس بقى، أو مش العكس، بنفس الميكانيزم إحنا هنستغل الطريقة ديّة إن إحنا نكسر عادة معيّنة. يعني إيه؟ يعني مثلًا كل يوم مثلًا بعد ما أفطر مثلًا أنا باشرب سيجارة، مثلًا أنا مش باشرب الحمد لله يعني تمام، بس باقول لكم مثلًا يعني، تمام؟ بعد ما أخلّص شرب السيجارة على طول، أنا عاوز لأن مخي اتدرّب إن الشرب هو context dependent زي ما إحنا اتكلمنا في البداية، يعني مُعتمد على زمان وعلى وقت ومكان معيّنين، فاهمين الفكرة؟ فأنا عاوز عقلي يربط المكان والوقت والزمان دول بعادة جديدة. فأنا هاحاول ما استبدلش العادة بعادة على طول، لأ، العادة اللي هي السيئة اللي أنا مش عارف أتخلّص منها، بعد ما تخلص على طول ألزق فيها عادة جديدة مختلفة كويسة، ألزقها فيها. ليه؟ بادرّب عقلي إن هو في الوقت ده لمّا يحس بنشوة إن هو عاوز يعمل حاجة معيّنة اللي هي حاجة وحشة أنا عاوز أبطّلها، ففي نفس ذات الوقت ده عقلي يربط إن في حاجة عادة أهي بتتعمل في الوقت ده، فأنا ربطت عادتين ببعض،
العاده الاولى الوحشه، بس مجرد ما خلصت بدات عاده تانية حلوه كويسه. مع الوقت هبدا اسحب العاده الاولى تدريجيا من غير ما اكون محتاج ليها، وابدا انفذ مكانها العاده التانية. فانا كاني بضحك على مخي واخلي الكونتكست ديبندنت هابت بستبدلها بعاده تانية في نفس الوقت والزمن. فمع الوقت هتبقى العاده الاولى الوحشه اللي انا عاوز ابطلها مش محتاج اعملها تاني. فاهمين الطريقه دي طريقه ذكيه جدا جدا انك تبطل عاده وحشه، بانك تلزق الاول فيها عاده كويسه. بعدين لما انت تحس انك عاوز تعمل العاده الوحشه اللي هو مثلا شرب سيجاره اي حاجه، تروح لا انت تعمل العاده الثانيه دي اللي هي الكويسه. هتلاقي مع الوقت الموضوع سهل، وانت العاده الاولى خلاص انت نسيتها مش محتاجها. لان زي ما قلت لكم في البدايه ان معظم العادات الوحشه هي كونتكست ديبندنت، يعني معتمده على الزمن والوقت والمكان، الوقت والمكان يعني. تمام. اديك مثال عملي تاني. انا مثلا بذاكر، فانا متعود ان كل ما اذاكر في عاده سيئه عاوز ابطلها، ان كل شويه بمسك الفون، كل 5 دقائق بمسك الفون. دي عاده سيئه صح كده، انا عاوز ابطلها. ايه رايك المره الجايه لما تيجي تمسك الفون، يا مش عاوز امسك الفون يا عم تاني، بعد ما تسيبه على طول ما تكملش مذاكره ثواني، مثلا العب 10 ضغط، مثلا قوم اشرب، روح اشرب ميه وتعالى. طب يا عم انا مش عطشان، ما هو مش دي الفكره، ما تخليش الموضوع تمام. مش دي الفكره يعني انك عطشان ولا لا، اكيد يعني تمام. تروح تشرب ميه وتيجي، او مثلا اقرا 5 ورقات من كتاب. انت فاهم ايه اللي انت بتعمله ده؟ انك بتكسر حاجه بيقولوا عليها الدايره المغلقه. انك بتكسر ايه الدايره المغلقه دي؟ ان انت بتذاكر تروح تمسك الفون، تروح يا نهار ابيض انا ضيعت وقت كتير، تروح تسيب الفون، تروح ترجع تذاكر، تروح تمسك الفون، تروح تمسك، وهكذا. الدايره دي ما بتتكسرش لانها كونتكست ديبندنت غالبا. فانت لازم تكسر الدايره دي عن طريق انك تدخل مدخل جديد في الوقت ده. بتعمل حاجه اسمها نيورولوجيكال ميس ماتش، ان الوقت والزمن ده ما بقاش يتصل مع العاده الوحشه، ده بقى يتصل مع عاده جديده، والعاده الجديده وقتها انا سهل اسيبها. فهتلاقي العاده السيئه اللي انت بتحاول تتخلص منها بقيت سهل انك ما تفكر، يعني سهل اصلا انك تسيبها، مش بتفكر فيها من الاساس. فاهمين الفكره بتاعت انك تربط عاده جديده بعاده وحشه بس في نفس، فاهمين الطريقه دي ممتازه جدا جدا، جربوها وهتدعوا لي. حد يقول لي يا اسلام انا مش يعني كلامك مش منطقي، ما هو انا يعتبر كده انا بكافئ نفسي على عاده سيئه صح؟ هقول لك لا مش صح. ليه؟ لان هو اللي انت شايفه ده هو مش مكافاه على عاده سيئه، انت بتحاول تكسر دايره هي بتحصل لوحدها. يعني مثلا كل ما افتح الكتاب 5 دقائق بمسك الموبايل، تروح بعد ما تقلب وتضيع وقت تروح تسيب الموبايل شويه، تذاكر شويه 5 دقائق تمسك الموبايل، تروح تسيب الموبايل، تذاكر، تمسك الموبايل، تسيبه، تذاكر، تمسك، وهكذا. دي دايره. الدايره دي فيها عنصر وحش انت عاوز تشيله. علشان تشيل العنصر ده انت محتاج تكسر الدايره دي. تكسر الدايره دي فين بقى؟ هتكسر الدايره دي بعد مسكه الموبايل والمذاكره، تروح تكسرها وتضيف عنصر جديد. انا مثلا هقوم العب 10 ضغط دلوقتي، انا زي ما انا عادي خالص، انا بذاكر، مسكت الموبايل هلعب 10 ضغط اكمل مذاكره، مسكت الموبايل هلعب 10 ضغط اكمل مذاكره، هلعب 10 ضغط. ايه ده؟ هتلاقي نفسك وقتها مخك على طول بقى يربط المذاكره، بدل ما كان رابطها بالموبايل بقى يربطها بال10 ضغط. وقتها ال10 ضغط انت سهل تسيبها، يعني سهل وقتها تقدر تركز في المذاكره بتاعتك من غير ما تقعد تفكر انك عاوز تمسك الموبايل بشكل تلقائي. طبق الكلام ده على اي حاجه، على السجاير، على الاباحيه، على اي عاده وحشه انت عاوز تبطلها. فاهمين الفكره؟ يبقى انت بتحاول تدخل مدخل جديد في الدايره المغلقه اللي انت مش عارف تتخلص منها، علشان وقتها التخلص منها يكون سهل، لان هي دايره مغلقه انت بتلف فيها مش عارف تخرج. فانت بتحاول تكسر الدايره دي في لقطه من اللقطات علشان التخلص من حاجه منها يبقى سهل. فاهمين المنطق او الفسيولوجي بتاع الكلام اللي انا بقوله ده؟ صراحه الفيديو طول شويتين 3، انا مسجله صراحه من بعد الظهر، دلوقتي انا رحت فطرت وجيت على فكره الساعه 7 دلوقتي، ممكن ينزل النهارده ان شاء الله. كان فيديو دسم ومليء بالمعلومات، صراحه معظم المعلومات هي عباره عن تجميعات من كتب وفيديوهات، يعني اجتهاد يعني من كتب، عادات من فيديوهات على اليوتيوب، يعني سيكولوجي وفسيولوجي وحاجات من دي، من برضو حاجات بحثت عنها. فهو يعتبر تجميعة فيها زبد العلم وراء بناء وترك وتكسير العادات. يعني مش عارف صراحة تجربة يعني هو ده يمكن يكون أشبه بالبودكاست يعني. فأنا مش عارف تجربة البودكاست دي هل هتكون مجزية ولا لأ، هل هلاقي فيه إقبال على هذا النوع من الفيديوهات ولا لأ. وصراحة يعني لا أخفيكم سرا، أنا لو ما لقيتش إقبال كويس على هذا الفيديوهات، يعني سواء لايك مثلا أو لقيت ناس بتتفرج مثلا، لأن هو صراحة في مجهود كبير مبذول، وزي ما حضراتكم شايفين كان في تحضير كبير. فلو ما لقيتش صراحة في إقبال فممكن ما نكملش، احتمال كبير ما نكملش في هذا النوع من البودكاست. لو لقيت فأنا عندي حاجات كتير جدا تحتاج التفصيل مثل هذا الموضوع يعني، وحاجات كتير جدا عاوز أتكلم عنها.
سواء فسيولوجي، في الطب، في الامراض، حاجات كتير جدا جدا انا حابب اتكلم عنها في الحياه العامه. فممكن نبقى نكرر فكره البودكاست دي كثيرا ومرارا وتكرارا. في الحته دي بتاعتكم بقى انكم تشيروا الفيديو، تقولوا عليه لزمايلكم، تنزلوه ستوري بقى، تاخدوا منه لقطات يعني فاهمين؟ دي حتتكم انتوا بقى، انتوا يعني ايه سواء بقى للموضوع، لان انا يعني ما بعرفش اعمل الحاجات دي بصراحه يعني. فلو انت استفدت يعني، بس شكرا ليك جدا، مستني رايك في الكومنتات. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من بناء العاده وترك العادات. كان فيديو دسم ومليء بالمعلومات. مستني رايكم جميعا في التعليقات. شكرا جزيلا ليكم. كان معكم اخوكم اسلام حماده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.